إذا أهلا وسهلا بالأخ لؤي. هلا آه، فيك حبيبي. إن شاء الله ده حيكون يعني استكمال للقاء السابق. كنا بنتحدث عن خليني أذكر بس في الفيديو السابق إذا كان شخص لسه بشوف هذا الفيديو. كان عندنا ثواني مهم. بس أنزل هذه الشاشة. آه، المهم صوتي واضح عندك؟ نعم نعم، الصوت واضح اوكي. تمام. مم. فأول مرة إحنا كنا بنعرف بالأخ لؤي، وذكر أول تجربة له بالإسقاط النجمي. مهم. وأظن إحنا وقفنا هناك، يعني ما كان في وقت كافي نستكمل الحديث عن تجاربك. فهذه يعني فرصة سعيدة أن نشوفك كمان مرة. آه، وأنا الله يخليك. بعتذر على فكرة على التسجيل الفيديو، كان المرة الأولى كان يقطع معي. فإن شاء الله يعني المشكلة هذه أنا حاولت أحلها، فإن شاء الله تكون انحلت هاي المرة ويكون فيديو يعني متواصل. ان ف شاء الله مش مشكلة، الله يخليك. إن شاء الله قبل ما نستكمل في بعض الأسئلة أنا جبتها مهم. من اليوتيوب. اوكي. جمعتها في ملف على شكل نوتس بسيطة. مهم. طيب في سؤال شخص طرحه. فيك تخبرني أنت وصلت للإسقاط النجمي أو كيف أنت وصلت للإسقاط النجمي؟ هو مهم. بيسألك يعني هذا السؤال. أظن ممكن إحنا نجاوبه يعني خلال طبعا اللقاء. ايه. لأنه عملي ايه. كتير يعني. صحيح. في سؤال آخر بيسأل عن الكينونات. هل شاهدت الملاك الحارس عن التحصين قبل إسقاط النجم؟ يعني هو بيتكلم عن الملائكة الحارسة أو يعني هل في تحصين لازم الشخص يعمل قبل إسقاط نجم؟ أظن ممكن إحنا نجاوبه برضو خلال ايه طبعا. آم، في هنا شخص لفت نظري، طرح اللي هو ذكر لماذا دائما نذكر الإسقاط النجمي وجمالياته من خبراء الغرب، وما بنتحدث عن المخاطر أو ممكن نسميه المخلوقات من أبعاد أخرى. فهو يعني فهو بيطرح يعني هذا السؤال، بيحكي عن مخاطر الإسقاط النجمي. أظن هذا السؤال إحنا ممكن نتكلم فيه الحين. يعني أنت طبعا. أنا مر علي عدد كبير من الناس بيتكلموا عن مخاطر الإسقاط النجمي. مم. أظن معظم أو طبعا هو ما ذكر إيش نوع الخطر اللي هو بقصده، مم. لكن لمح إلى موضوع اللي هو الكيانات. ف ايه مم. بنتطرق لها سهلة جدا. مم. مم. لكن أنا في نقطة أيضا أنا كنت أسمعها اللي هي خطر الموت. إنه ممكن الشخص وهو بيعمل إسقاط النجمي إنه ممكن يموت مثلا. أظني معظم هاي الأفكار قادمة من كتابات أوليفر فوكس، كان بيتحدث عن هذه المسألة، لأنه كان نظرية إنه الشخص إنه الجسد بيكون فارغ خلال الإسقاط النجمي. مم. ف... مم. أو ممكن إنه الحبل الفضي هذا ينقطع خلال التجربة. أنا بس عندي يعني إذا كان المقصود بالخطر هو الموت، أنا بس عندي دائما استفسار أو تساؤل. يعني إذا كان فعلا بيؤدي للموت، يعني كيف الناس عاشوا عشان يتكلموا عن التجربة؟ وليه كيف مثلا روبرت بروس لسه عايش؟ كيف صحيح. بروس جولدنبرغ لسه عايش؟ كيف أنا وأنت كيف لسه انت عايشين؟ كيف انت لسه عايش 7 سنوات من الاسقاط النجمي؟ فأنا بسأل، يعني هذا سؤال يتطلب يعني إجابة إذا كان يسبب ايه طبعا. لكن إذا هو بيتكلم عن الكيانات ممكن نتحدث عنها إن شاء الله برضو. هو يبدو إنه بده يتكلم عن هذا الموضوع. بالضبط. في شخص بيطلب الحديث عن إسقاطك النجمي أو تجاربك في الإسقاط النجمي بالتفصيل، إنه ماذا مم. شاهدت وماذا فعلت. فلو في مجال تتحدث له عن التجارب يعني بنوع من التفصيل. آه، ففي شخص أيضا بيطلب نصائح يعني نحكيها تساعد الشخص إنه يقوم بالإسقاط النجمي. ف احنا بناخذ السؤال على واحد واحد مم. وبنتطرق لهم كلهم، وان شاء الله برضو انت يعني بتشجعني باسئلتك عشان افكر شو اجاوب، يعني إن فالسؤال بكون اجاوب عليه. إن شاء الله خلينا يعني أنا شايف إن معظم الأسئلة هي عملية، فخلينا إحنا نستكمل الحوار اللي كان سابق. وخلال حديثنا ممكن يعني نتطرق لكل نقطة يعني على حدة.
تمام. احنا وقفنا اظن انت ذكرت لي تجربة واحدة اللي كانت اللي من خلالها انت شفت مقصف الكلية او المادة، مزبوط. وانه عرفت من خلال التجربة انه انت فعلا قمت باسقاط نجم حقيقي مش مجرد صحيح. حلم. يعني هذا طبعا أول تجربة. إيش التجربة التالية؟ يعني هل كان في فاصل زمني بين التجربة الأولى والثانية؟ هل كان فاصل بعيد، ولا تكرر الأمر بعد مثلا فترة بسيطة؟ وشو كانت طبيعة آه، التجربة في المرة اوكي. الثانية؟ طبعا اول مره انا اسميها هي، تقدر تقول اول مره يتحرر فيها جسدي بشكل متحكم فيه. يعني بعد المره هذيك صارت المرات الجايه كلها بتتسهل يعني. اول مره كانت يعني صعبه، بعدين تسهلت شوي، بعدين سهلت شوي، بعدين سهلت لحتى صارت سهله جدا. كأنك كأنك عم تفتح باب يعني بيكون صدق، وتكون تفتحه 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 أكثر من مرة لحتى ما يصير ألين ألين ألين. مم. فهذا اللي حصل. فهي ب- مثل تلين مم. المسارات أو شيء يعني. يعني زي أي مهارة تانية، كل ما أنت قمت فيها بشكل أكثر كل ما كانت أسهل. يعني عقلك بيحفظ الخطوات مظبوط. وبصير ما بالنسبة بيبقى لك يخاف، ما بيبقى بصير يشوف هذا شيء المجهود غريب. اللي بتضطر انت تبذله للمهارة هذه بصير اقل. يعني زي الشخص اللي بيسوق سيارة بعد فترة طويلة بصير صحيح. طبيعة تانية. اه مظبوط. ف يعني في المرة الثانية كان اسهل من المرة الاولى، بس الفترة يعني هل يعني بعد ليلة مثلا او بعد شهر بعد سنة؟ لا. ايه. كانت بعد يمكن بعد ليلتين. طبعا الليله اللي خرجت فيها اليوم الثاني كنت يعني متحمس، فمن كثر ما تحمست رحت سويتها وانا ممدد فنمت. مم. فاليوم الثالث بديت احاول اخرج اكثر، ويعني احاول اطلع اكثر. مم. كنت بعمل خرجات يعني. ففي بالنسبه لسؤالك فهو بعد يومين يعني. مم. ومدة التجربة يعني هل أنت كنت تخليها قصيرة، أو أنت جربت تقوم بأشياء؟ هنا ممكن نجاوب على السؤال اللي كان الشخص اللي كان بيطلب أنه تشرح له إيش أنت كنت تعمل بالضبط. يعني في مثلا في المرة الثانية لما خرجت إيش الشيء اللي أنت سويته بالتفصيل؟ يعني هل في عملت قمت بشيء، ولا فقط يعني ممكن يعني آه بقيت في الغرفة أو يعني استمتعت؟ اول خرجه لي، طبعا انا من النوع طبعا عنصري النار، فاول ما يعني يكون عامل حاجه فضروري اني اتصرف بشكل مندفع دائما، وهذا اكثر شيء مسبب لي مشاكل. المهم اول ما خرجت اول خرجه قلت لك اني حاولت يعني اجري، يعني لانه انا كنت مفكر انه ازحف وبعدين امشي وبعدين كذا. لا، انا اول مره جريت وخرجت من خارج الكره الارضيه يعني. مم. فانا من النوع يعني اذا ممكن في ناس ما بتقدر تخرج من طاقه من يعني شباك الغرفه، بس انا لاني متدرب طاقه وعندي طاقه قويه وما الى ذلك استطعت انه يعني اخرج ولسه وعي معي يعني. مم. امم فيعني ممكن تسمي استمريت في الاستكشاف مثلا في الفضاء، مظبوط. ولا؟ لا، اول ما خرجت لخارج الكره الارضيه خفت. يعني تخيل انت بتشوف حالك في الفضاء وبتشوف الكره الارضيه بتدور قدامك. صحيح مش يعني سهل يعني تشوف كذا يعني ايش الموضوع ايش فيه. بعدين في فرق يعني تقدر تقول فرق طفيف جدا ولكنه مميز بين الاحلام وبين الاسقاط. الحلم بتحس انه حلم، في شعور غريب. صح. بين الاثنين في شعور طفيف جدا مثل الشعره، ولكنه محسوس. يعني انت لو خريت اسقاط بتعرف انه هذا اسقاط وتعرف انه هذا حلم. بس اه اللي خريته انا اسقاط. امم يمكن هنا لو في شخص ما حدا طرح هذا السؤال الحين، لكن انا يعني على مر السنين كان دائما يطرح هذا السؤال الي، اللي هو ما الفرق؟ كيف انا اميز انه هذا حلم، او هل كيف اميز هذا حلم او اسقاط نجمي؟ طبعا في آه. فرق شاسع جدا بينهم. يعني انا صراحه بالنسبه لي اذا انا بحلم، مم. اولا بتكون بيئه الحلم يعني بيئه مشوشه قليلا. بتكون بيئه انا مختلقها، مش بيئه تم يعني خرجت وهي موجوده. لا، انا اختلق البيئه هذه اعدل فيها زي ما اريد. بس بالنسبه للاسقاط صح انه ممكن انك اذا فكرت بشيء معين يحصل وكذا، واذا مثلا حميت نفسك بتشوف الحمايه حولك. بس الفرق بينهم انه هذيك البيئه اذا مثلا رحت لمقصف الجامعه ما راح تشوف احد، يعني ممكن تشوف الناس اللي انت تختلقهم بعقلك. بس بالاسقط اذا رحت الى مقصف الجامعه بتشوف الناس فعلا الذي في مقصف الجامعه. مم. وربما يعني في
ملاحظة أخرى، مم. أو يمكن أنت لاحظتها، أن الحواس خلال إسقاط نجمي بتكون يعني مداها أعلى أو صحيح. متضخمة بشكل أكبر بكتير مم. من الأحلام. يعني في الأحلام إضافة. أنت بتمتلك الحواس العادية، الشم، التذوق، وبتكون واقعية الملمس الأشياء وكذا، لكن آه، مش يعني في ما. مم. مم. تفضل. في عندي إضافة بس إلى كلامك. إنه في الأحلام، إذا مثلا حلمت إنك تنضرب، أو إنك يعني بيحصل لك شيء مثلا، أو شيء بتصحى مفزوع وتنتهي الموضوع. بس أنا في إحدى الطلعات يعني، وما راح أذكرها كلها للأسف، هي وصلنا لمرحلة إنه رأينا ضوء قوي جدا، ما أعرف يمكن ملاك حارس أو شيء معين، فكنا بنحاول الدخول فانضربنا. فلما صحيت ظليت يمكن أكثر من يومين أو 3 أيام متعب جدا جدا جدا، لدرجة يعني كأن جسدي مكسر كله يعني. ومع أنه ضوء فقط، يعني كأنه ارتسل لي شعاع. فهذا في المراحل المتقدمة، وليس في المراحل الأولية. الأولية لا يوجد أي ضرر. هو فالمتقدمة اللي فيها متقدمة الالتهاب. جدا يعني، حتى أعتقد مظبوط. يعني ما أمم. أعتقد إنه في البداية أو في المرحلة، وأنت بتعرف. أب... آه. آم، يعني أو معظم الناس يعني مش دائما بيدخلوا على الأبعاد الأثرية فورا، أو الأسترال أمم. بلين. دائما في العادة بيكونوا في المنطقة الفاصلة أو الريل تايم زون. وأحيانا بعض آه. الناس عندهم مشكلة إنه ما عنده قدرة يدخل على الأبعاد آه. النجمية. آه. في هنا إضافة للمحترفين يعني. بالنسبة للذي يريد يدخل أي تردد أكبر منه، طبعا مش خلاص انا اعمل اسقاط، انام اصحى انام اصحى انام اصحى، في اشياء مساندة للاسقاط. انت الان كانك تعمل تمرين ضغط، يعني ضغط البوش اب، وما تعملش التمارين الباقية، المعدة والافخاذ وما الى ذلك. فكمثال، فانت ضروري تتامل لترفع ترددك، عشان تردد جسمك الاثيري يتناغم ويقدر يدخل مع الترددات هذه الكبيره، من مم. البعد الخامس للبعد التاسع يعني. بس عنه ابعاد قويه جدا، ولكن كل ما صار ترددك ليش الناس تبحث عن التنور؟ عشان توصل الى المكاتب الاكاشيه وما بعرف شو الاشياء الكبيره جدا. لهيك الناس بدها توصل للتنور، اللي هم مم. الكبار. آه. بس خلينا في الليستة نبقى في نقطة التفريق بين الأحلام الواضحة وبين الإسقاط النجمي. اوكي، اوكي. آم، في أي شيء يعني، في برضو أنا ملاحظة أنه أنت خلال الإسقاط النجمي لو نظرت ليديك بذوبوا فورا. في مهم. تأثير مميز هذا في الموجود في الإسقاط النجمي. أول ما تحاول تنظر لليدين حتجدهم فورا بذوبوا فور، يعني زي شمع، وبذوبوا بسرعة كبيرة. مهم. فهذا الشيء دائما انا ما بشوفه في الاحلام الواضحة. في الاحلام مظبوط. الواضحة اذا انت نظرت لليدين ممكن يزيدوا اصبع، ممكن يعني يصير صحيح. في اختلاف، بس مش يدوبوا بهاي الطريقة اللي موجودة في ايضا الاسقاط إن النجمي. الجسم الاثيري بيكون لونه ازرق، ازرق كهربي. ايضا انا مره لما اول أو ثالث طلعه لي كنت اشوف لجسمي الاثيري، يعني بطلع بشكل، يعني هذا جسمي وهذا انا. فلما بطلع كذا كنت اشوف لرجلي، فلما شفت رجلي شفته لون ازرق، يعني ارجل بس زرق، لونه مم. ازرق شفاف. مم. فهي انا بالنسبه للذوبان هو برمجه يعني برمجه لما بتخرج، عشان شوف تعرف فيلم انسبشن لما كان يدور هذيك وما توقف مم. مم. اللي بتجيب هذه. الموضوع نفس الشيء. انت هلا اذا انت يعني انت مبرمج حالك انه اذا بدك تعرف انه احلام او اسقاط، اذا في الاسقاط عندك، اذا خرجت انت بتذوب ايادك، فبتعرف انه هذا اسقاط. صح، هذه من العلامات اعتقد انه السبب في هذه الظاهرة، يعني مش متأكد، لكن أتصور إنه أنت لما تنظر ليديك أنت بتفكر في مم. يديك ايوه صح. الحقيقيتين، مش يديك مم. الأثريتين. صحيح. فطبيعي يعني إحنا لما في الإسقاط النجمي لما نفكر في جسدنا المادي فورا بنرجع من أي مكان نكون فيه بنرجع فورا. فأعتقد لما أنت تفكر بيديك الحقيقيتين، عفوا، انت تحاول تنظر ليديك مم. الاثريين، بس تفكر انهم الحقيقيتين فبيعودوا. صحيح. مظبوط. صح، 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 صح. فاتصور يعني هذا مم. السبب، لكن هذه الظاهرة يعني جدا متكررة. اذا الشخص الحين بيسمعنا ويعني حابب مم. يميز الفرق بين الاثنين، احنا مم. ذكرنا اللي هي هذه من العلامات المميزة جدا. وبرضه اللي هو انت ذكرت الجسم الأثيري جدا يعني أزرق ومشع مظبوط، كهربي انا اسميه.
مم. هو أنا بحب أسميه بالأزرق المشع. مميز آه. يعني، مختلف عن مم. مم. الأحلام. الأحلام أنت ممكن أحيانا تشوف نفسك في المراية في الحلم الواضح. صحيح. ف خلينا من هاي الجزئية. إذا بالنسبة للتفاصيل، يعني تفاصيل تجاربك، اذكر لنا بعض التجارب الأخرى يعني غير التجربة اللي اوكي. آه. طبعا، في تجارب كثير حصلت لي، وفي تجارب طبعا. في فرق إذا احنا بنتكلم عن الأحلام وعن الإسقاط، برضو في فرق بين الخروج وبين الإسقاط. ففي الخروج بتخرج إلى عالم عادي اللي هو العالم تبعنا، وفي الإسقاط بتخرج إلى العالم النجمي. وسمي إسقاط نجمي لأنك أنت بتسقط جسدك الفيزيائي على صورة نجمية في البعد النجمي. مثل ما أنت بتشوف نفسك في المراية، فبيحصل لك إسقاط على المرآة، في يسقط جسمك على المرآة. فأنا الذي راح أتكلم عليه حاليا بيكون رحلات الخروج. مم. طبعا أول يعني من أول راح أقول الأوليات، يعني فما راح أجلس أعد لك الأولى ولا الثانية ولا الثالثة كللمشاهد. فبقول لك من أوليات الإسقاط الذي حصلت معي. خرجت مرة وكنت أبحث عن ناس، يعني كنت طلعت لفوق وبعدين ببحث عن ناس في بلدي يعملوا إسقاط نجمي. فكان الأغلبية إنه في ناس كتير، وفي سؤال يراودني إلى الآن: وين بيروح النايم اللي بيكون نايم وما بيعمل إسقاط؟ وين بيروح جسمه الأثيري؟ ففي هذا سؤال عندي يعني مشتتني شوية، ولقيت له أكثر من إجابة بس لسه ما اقتنعت بالإجابة. مم. المهم، لما كنت أطلع كنت أشوف ناس تعتبر شبه نائمة. يعني شفت لما واحد يمشي وهو نائم بس مش بيمد يده، يعني يمشي وهو نائم كأنه منوم مغناطيسيا، فبيطير، يعني بيطير بشكل شبحي يعني وبيمشي. فهذا بالخروج. فكنت اشوف ناس كثير، يعني بحاول اتكلم معاهم. في ناس تكون تعبانه، يعني بتكون متكتفه على نفسها وقاعده في مكان معين، مم. فبتروح تحاول تتكلم معاها او تتخاطر معاها، ما في رد. يعني بتكون حزينة أو أشياء. فما هذا أحد الإسقاطات اللي هو عفوا الخروجات. بالنسبة للإسقاط النجمي حصلت معي مم. كذا. هو لو احنا خلينا يعني نضل في ممكن سميته تجارب الخروج، اللي هي أوكي. احنا بنتكلم عن الريل تايم زون، او إيه، المرحلة الريل تايمز. اللي هي فعلا هو في فرق بين التجارب اللي بتكون في المنطقة الفاصلة او منطقة الزمن الفعلي، حتى جسدها مختلف عن الجسد النجمي. صحيح. في ناس بخلطوا كتير بين الموضوع، بين الجسد النجمي وبين هذا الجسد او جسد الزمن الفعلي. م-م. مش كل، وبرضه مش كل واحد بيمارس الإسقاط النجمي بيوصل للمستويات النجمية. صحيح، مظبوط. فمعظمهم بيبقوا في هذا المحل، طاقتهم ترتفع بشكل كافي، أو هم يعني بحادثة معينة يوصلوا للأبعاد النجمية. فخلينا يعني ما دام ذكرنا هذا الفاصل إيه. بين التجربتين، م-م. خلينا نذكر الأشياء الموجودة في الزمن، أو ممكن نسميه المستوى الزمن الفعلي. م. إيه أنت طبعا، بشوف. ذكرت تجربة الأشخاص النائمين. م. يعني هو في أنت طرحت السؤال هم وين بيروحوا. هو م. في فعلا يعني، أنا شفت بعض هذه الأشياء اللي أنت ذكرتها. والحقيقة أنه مش فقط ناس، في أحيانا حيوانات. صحيح. هذه من الأشياء اللي إيه. يعني بالنسبة إلي كانت أشياء غريبة، يعني خاصة القطط. آه، يعني كان أنا كنت ألاحقهم طبعا. شوفوا، آه، يجري 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 ويطير يجري ومش عارف وينه، وفجأة يختفي. وفي هذه أحد المرات حصلت لي. وفي انت ذكرت الناس اللي بتكون خاملة، احيانا في ناس م. بتتصرف كأنها مستيقظة. يعني صحيح. ممكن تشوف م. الاطفال بيلعبوا مثلا مع القطة او بركض وراء القطة. طبعا معظم الذكريات هذه بنسوها يعني بعد ما إيه، إيه، يستيقظوا. مظبوط. م. فمعظم الناس ممكن يكون يعني موجود في الزمن الفعلي، لكن بعضهم ممكن يوصل لل للمستويات النجمية. صحيح. طبعا احنا هنترك اللي بيوصل للمستويات النجمية هنتركهم الحين، بس اللي موجودين في الزمن الفعلي. أوكي. انت ذكرت انه بعض الناس، يعني انت لما تحاول تختلط مثلا مع شخص نائم، انت م. بتشوف جسده او نسميه، خلينا نسميه الجسد الاثيري الحين عشان نميزه عن الجسد م. النجمي. اوكي. اوكي. لما انت تحاول تختلط فيهم، بعضهم زي ما ذكرت انه بيتجاهلك، بعضهم يمكن يصحى بعضهم بيهاجم. شوية ويرجع ينام، او شخص ممكن يتصرف معك بعدائية مظبوط. احيانا. أم،
شوفي يعني انت يعني غير الارواح اللي ممكن نسميها البشريه او الاجساد الاثريه البشريه والخاصه بالحيوانات، في شيء مميز يعني شفته صراحة بيعجبك؟ في شيء مميز مم. مميز جدا. مم. طبعا لما كنت أخرج أنا كنت أحيانا يعني طبعا أنا مش من النوع الذي يتطفل على البيوت أو يروح أي مكان. مم. لأنه أحيانا في البيت بيكون في بيوت سبحان الله يعني فيها عليها طبقة مثل الحماية، يعني بتكون بتصعقك أول ما بتحاول تدخل فيها. مم. وفي بيوت طبيعي بتدخل فيها وتشوف الناس اللي داخلها وكذا. مم. بس أنا ما كنت أسوي هذه الأشياء طبعا. فمرة كنت سريع جدا. فلما دخلت من بيت، دخلت لداخل بيت كان في حرمة نايمة. طبعا نايمة مغطاية بالفراش تبعها. بس ايش في كان في هنا في هذا المكان في هذا يعني تقدر تقول اذا كنت انا نايم تحت هذا المكان، هذا الجدر. مم. كان في الجدر شيء اسود خارج بيمتص منها الطاقة. كان موصل لها توصيلات وبيمتص منها الطاقة. فالحرمة شبه مجمدة او يعني غريب. مم. فما كان لي الا اني مسكته وحاولت اني احرقه يعني. ففعلا يعني بداية الهجمات الطاقية من هذه الأيام. ف بما ان انت ذكرت اللي هو حرق الكائن هذا، يعني مم. ممكن يعني تشرح للناس، ممكن شخص الحين يسمعك يقول كيف، من وين جبت أداة الحرق هذه، أو كيف حرقته مثلا هذا طبعا إذا أنت في الإسقاط مجرد أنك تتخيل أي شيء بقوة إيمانك أو قوة اعتقادك بقوة هذا الشيء راح تكون قوته. ومهما كان وعيك مفتوح إلى قوة هذا الشيء راح يتحول إلى شيء عظيم. مم. أنا كانت قوتي في الضربات الطاقية في العالم الفيزيائي من كثر ما أنا مبرمج نفسي إنه أنا يعني وأنا وفعلا في يعني أكشن، في افعال. ففعلا في العالم الاثيري تحولت الى افعال ايضا. ف... مم. فكورت انا يعني اول ما مسكته كونت شعاع طاقي في يدي. وفعلا غرسته فيه يعني لحتى انه صار كله لونه ذهبي، بعدين انفجر يعني. فكانت اول شيء هجمه بيني وبينه. فهو اول ما شافني استغرب يعني كان بيشوف كذا يعني مثل المرعوب او كانه يريد يسوي نفسه مثل الحجر او شيء. مم. فانا مسكته وضربته على طول. ففعلا يعني مم. نهيت الموضوع يعني. فاليوم مم. الثاني ما كان في البيت اي شيء يعني. يعني ما عاد لقيته في البيت مره ثانيه. خلينا مظبوط. نستكمل اللي كنا نتكلم فيه حاليا. اوكي. ذكرت الأدوات اللي ممكن نسميها، سواء كانت الأسلحة أو الأدوات الأخرى، أنه أنت بتركز م- على إحساس امتلاك هذا الشيء، مهم. أو بتركز عليه وهو فجأة بيظهر يعني معك صحيح. وبتستخدمه. وفي هذا. طبعا فرق. مم. ايه طبعا في فرق بين الاسلحه اللي هنا في العالم الخارجي اللي هو العالم الريل تايم زون، والفرق في العالم النجمي. فكله فرق يعني فرق كبير جدا، لانه في العالم النجمي مش فقط تتخيل. اه. في العالم النجمي بدك تبحث عن السلاح قبل، يعني ممكن انك تتخيل وتطلع لك سلاح، بس ككائنات نجمية قوية وفعلا بدك اشياء طويلة جدا جدا لحتى انك تحصل لك سلاح وتقاتل فيه، او مم. حتى انك تتعرف على جماعة ويعطوك سلاح. او انك تكون معك سلاح، يعني بيكون انت سبحان الله بتكون يعني من حياتك السابقة او شيء عندك سلاح معين. فشوية كومبليكيتد يعني المسألة يعني. بما انه احنا تحدثنا عن الكيانات الموجودة، احنا الحين نتحدث عن الاشياء الموجودة ريل تايم زون. في ريل تايم زون. انت ذكرت انه هذا الكائن الاسود اللي كان بيمتص، ممكن نقول الطاقة من هذه السيدة، مظبوط. وواجهته بالسلاح يعني وحرقته. مظبوط. مظبوط. فيعني هذه مثلا الكيانات، انه يعني ممكن نعطي فكرة انه مواجهتها مش بهذه الصعوبة يعني. ايش يعني ممكن نقول يعني ايش انت نظرتك لهذه الكيانات خلينا نعطيها اسم الكيانات المظلمة، او ايوه الكائنات السلبيه. يعني هذه ممكن احنا، انت لما ذكرت هذه التجربة يمكن جزء من الموضوع صار يعني مكشوف، انه هذه الكائنات يعني او واحد صفاتها انها بتمتص الطاقة من الناس على الأقل، مثلا مظبوط. في مم. حالة النوم في هذه السيدة. مهم. هل هذه الكيانات أنت شفتها أكثر في يعني مواقف مختلفة غير امتصاص الطاقة من الناس؟ ولما كنت في موقف زي كده يعني شو تصرفك كان في هذه الحالة؟ اوكي. اوكي. طبعا قبل ما انسى في ثلاث نقاط بس بشرحها بسرعه. اولا في النوم بتكون هاله الشخص مفتوحه او سهله الولوج اليها. اثنين في فرق في كائنات وفي كينونات.
مم. ففي ناس بتخلط بين الكائنات والكينونات. الكينونات بتصنعها أنت، والكائنات بتيجي من عالم آخر أو من مكان آخر أو بتكون عايشة معك أو ما إلى ذلك. مم. وعلى حسب ترددك انت، فاذا كان ترددك عالي او واطي فبتكون تحصل لك كائن على قد ترددك. بس اذا مم. ترددك عالي ما بيكون عندك كائنات. المهم، بالنسبه للاجابه على سؤالك، الكائنات هذه هي اضعف مما تتصور كبدايه كفي مم. العالم العادي، لانك انت سيد عالمك. فبتكون ضعيفه، بتكون تيجي للشخص الضعيف اللي عنده مم. تردد واطي. وانت لما بتخرج الى تردد معين، طبعا انا لما خرجت مش اني خرجت لتردد واطي بس، اللهم انه سبحان الله يعني انه كان في شمل للترددات يعني عندي، فما كنت واطي كثير ولا كنت مرتفع كثير. فخرجت الى الريل تايم زون. فلما دخلت على الكائنات هذه، في طبعا في انواع منها كثير يعني. مم. طبعا في العالم النجمي في انواع فائقه جدا وفائقه القوه، خلينا وبدها يعني في الزمن الفعلي حاليا نبقى فيه اوكي. عشان لأنه نحن لو فتحنا الباب على كل كل الأبعاد وكل المستويات حيكون في يعني خلط، صح، لأنه في فرق بين بين صحيح، المرحلتين. صح. اذا في الزمن الفعلي إيش في أصناف أنت يعني شفتها أو خلال تجربتك يعني وتعاملك مع إيش صفات هذه الكائنات أو خصائصها المميز، إنه الشخص الحين إذا نجح في تجربة خروج من الجسد يميزها بسرعة ويعرف كيف يتعامل معها. طبعا في نوع من الكائنات بيكون الكائن المخادع، وفي نوع متحول اللي بيتشكل لك على شكل شخص معين او شيء معين، بيحاول انه يجي لعندك ويضربك بسرعة بدون ما تعرف يعني. وفي نوع، في انواع بتكون زواحف، في انواع كثيرة جدا من هذه الكائنات. بس الانواع اللي بتكون انت بالاغلب راح تصادفها هي الكينونات التي انشأوها الناس يعني لو رحت لبلد في حرب او شيء معين راح تلاقي كينونات كثيرة. ممكن تلاقيها في السماء مثل الكرات الكبيرة جدا، يعني من كثر تجمع الوعي بشعور معين، مثلا الخوف او الغضب. بالنسبة للكائنات، الكائنات هذه اللي فيها انواع، في انواع كثيرة، وخاصة تلقاها في الاماكن السلبية اللي بتكون تجمع مثلا اماكن يحصل مظلمة، فيها فحش اشياء. أماكن مهجورة. ايوه، في اماكن ملعونه مثلا، مثل الاماكن اللي يحصل فيها قتل وتعذيب وما الى ذلك مثل السجون. فبتلاقي هذه الكائنات منتشره هناك شعب يعني وامه. آه. م- خلينا يعني نبدأ مثلا في أحد الأنواع هذه اللي هو النوع المظلم اللي أنت شفته بيمتص من الناس الطاقة. م- هل اوكي. أنت شعرت إنه هذا الكائن عنده وعي بذاته، ولا مجرد يعني طفيلي؟ هل عنده قدرة مثلا على التخاطر زي النوع اللي بتشكل، أو مثلا إيش صفاته يعني، أو أنت إيش شعرت هدفه مثلا من العمل اللي بقوم فيه؟ آه. الكائن هذا هو من النوع اللي تقدر تقول نوع حيواني، يعني النوع الحيواني الشرس. يعني احنا بحثنا بحث عن هذا اسمه الجوج. مم. الانواع هذه تنتمي الى فصيله الجوج. الفصيلة هذه فيها النوع اللي هو الشرس هذا. النوع الشرس هذا قد يكون عدائي جدا، مم. ولكنه ما يتفاهم معك، مش ذكي. طبعا الذكي خطير جدا، ولكن العدائي هذا هو يأكل ويشرب مثل الأسد. يعني الأسد ما بتروح لعنده وبتكلمه، لا، الأسد يعني يأكل ويشرب، يتزاوج ويموت. وهذا نفس الشيء، يأكل ويشرب بس يعني مثل البعوضة. بالضبط مثل البعوضة، يروح مم. يمتص الطاقات وما إلى ذلك. لما هاجمني ليش؟ لأنه شاف إنه في خطر عليه، في إشي غريب. بعدين لما شاف إني استغرب، يعني شفت لما القط، لما أنت تلوح للقط كذا مثلا بيظل يشوفها لك كذا، يعني ماله هذا. فنفس الشيء، كان يشوفها لي كذا وهو بيمتص الطاقة. فحتى انه ما يعني لما اخذ حقه الجسيمات اللي مثل الاخطبوط، يعني كان حاططها في البنت. لما اخذها ما سحبها بسرعة، يعني مثل اللي اختفت يعني طق. وبعدين اجى لعندي فانا مسكته يعني. مم. فالنوع الثاني، طبعا هذا إجابة النوع الأول، فأتمنى أنك تسألني عن النوع الثاني. النوع الخاص بالتخاطر، إيه عفوا بالضبط. الخاص بالتشكل، انه يتشكل آه. آه. بشيء يعني. انا كان عندي تجربة يعني مع هذا م- النوع يعني. عنده يعني القدرة الخاصة بالتشكل في بالفعل يعني كانت بالنسبة لي كانت تجربة مميزة، لأنه م- حاول يتشكل بصورة شخص أنا كنت مش متذكره،
او ما شفته من فترة طويلة من الزمن. فكنت اشوف كيف هذا الكائن بيحاول انه يتشكل او يتصور بصورة هذا الشخص، لكن بيعاني من مشكلة التذكر اللي موجودة عندي يعني. لا عادي، انا بشرحها لك، لسه عندي موجودة. اه إيه. فكان يعني محاولته للتشكل كانت ممكن نسميها فاشلة يعني. يعني فتوضح الأمر بالنسبة لي. يعني هذا كان إيش كانت عندك تجارب يعني مع، أو هذا الصنف ممكن نسميه؟ عندي حكايتين للصنف هذا وقصيرتين. الحكاية الأولى، طبعا خرجت أنا وبعدين إجا لعندي بشكل يريد مساعدة، شخص مجروح أو تعبان. فإجا لعندي وبده مساعدة، فكان يتكلم معي بتخاطريا يعني، يحاول يفهمني إنه أنا تعبان وكذا وأرجوك ساعدني وكذا. فانا حسيت انه الشخص هذا في داخله كانه شفت الاكس راي، كانه حصل عندي مثل نظره الاكس راي للشخص هذا. فحسيت انه الشخص هذا ما منه خير، هذا فيه شيء معين، هذا كائن. فضحكت له يعني، انا اضحك له، فقلت له انا عارف انك كائن، يعني بحاول اني اتخاطر. طبعا التخاطر بيكون مشاعر في الاغلب. فانا رسلت له مشاعر انه انا فاهم انك انت كائن معين. لما شفته تغير الكائن، رجع لونه اسود، و... وعنده مثل خط الابتسامة العريضة هذيك اللي كأنه يعني فهمك يعني، فاختفى. هذا أول واحد. الثاني إجالي بشكل غريب جدا، طيب جدا، شخص بعرفه كتير وصديق. فتشكل لي فيه، وبعدين كان يشوف لي كذا وبيكلمني انه انا فعلا خرجت اسقاط وكذا وضروري نروح اماكن وبيحاول يسالك اسئله معينه كذا، يحاول يستفيد منك، او يحاول يخترق مجالك، او يحاول يدخل لك بشيء معين. فهو ذكي جدا. فبرضه اكتشفته لانه انا سالته عن شيء معين بيني وبين صاحبي، فما جاوب عليه. فكان يحاول يتهرب من الاجابه. كان مثلا تساله مثلا، لنقول مثلا شو الرمز السري للبيت مثلا، دخول البيت، فبيقول لك مثلا 9 7 8 10 مثلا، فبتقول له غلط. فبيحاول يعطيك اكثر من اجابه، يقول لك لا انا مش ناسي، انا في وضع اسقاط فمش عارف افهم لك يعني. فبيكون ذكي، يحاول يخدعك. فهذا يعني النوع الثاني. ممكن الصفات اللي نتكلم عنها الكذب امم والخداع. مظبوط. الشخص بحاول يخدعك يعني، يلف أو ويدور، وعنيد عنيد، يريد يجاوب يعني، حتى انه مش يستسلم، لا يريد آه يجاوبك يعني يقول لك. فعشان كده آه. يعني احنا بننصح يعني الناس انه ما يحتكوا بهذه الكائنات قدر الامكان. يحاول بس يتجنب. يحاول بس يعمل له لما بيطلع من الاسقاط النجمي ويوصل الى مرحله التحكم الكامل، يعمل له درع واقي حوله، بحيث انه يتخيل انه داخل بيضه او داخل اي شكل معين. يبرمج الشكل وهو خارج على انه حمايه، على الحمايه وعلى طرد الكائنات السلبيه وعلى كشف الكائنات السلبيه. طبعا هذه من خبرتي، انه انا استطيع اكون درع حول نفسي يكشف حتى الكائنات هذه، انه يصعقها اول ما تقترب مني. اه فاتمنى من الشباب يعملوا هذا الشيء. ب... يعني بما انه احنا الحين تكلمنا عن يعني ذكرنا التحصين، في كان سؤال عن موضوع امم التحصين. انت ذكرت التحصين خلال الاسقاط النجمي، لكن مظبوط. يعني قبل الاسقاط النجمي او في حياتك اليومية، مثلا الدفاع الطاقي اللي انت ممكن تعمله في الغرفة، مهم. او الاشياء، يعني ايش بتنصح الناس يعني يعملوا اشياء حتى يحصنوا البيئة ممكن الواعية، لانه هذه الكائنات مش فقط يعني مظبوط. ممكن نقول نشيطة خلال فقط النوم، هي بتستغل فترة النوم للناس حتى يعني تسحب خذ راحتها طاقتهم. يعني. لكن هي موجودة يعني حتى في حالة في كل وقت يعني. فكيف مظبوط. الواحد ممكن يتعامل مع هذه الكائنات خلال حالة اليقظة مثلا، إذا بده يعني ممكن ايوه ايوه. نصائحك بالنسبة للدفاع مم. الطاقي يعني في خلال أو التحصين في خلال اليقظة. حتى الشخص طبعا. مثلا لما يستيقظ أو خلال مثلا ينجح في الإسقاط النجمي، ما يضطرش يشوف هذه الكائنات يعني مثلا موجودة عنده اوكي. في مم. اوكي. فاولا طبعا الشباب العربي بشكل عام بيشوف الموضوع هذا، إذا قلنا تحصين فبيربطها على طول بموضوع جن، وبعدين بيربط موضوع الجن بموضوع السحر، وبعدين يرجع موضوع السحر إلى موضوع الإسقاط النجمي، ويخذ كلمة النجمي بيدمجها مع السحر. أتمنى أنك فهمت المعادلة هذه. مم. فهو بيدمج كل شيء، يخلي موضوع أنه في تحصين إذا في سحر، إذا في شيء معين غلط. فهم مش فاهمين انه اصلا التحصين انت بتستخدمه وقت الصلاه، وبتستخدمه بعد الصلاه، وبتستخدمه وانت ماشي في الشارع. فاتمنى ان الشباب ما يخلطوا بين موضوع السحر والجن والشعوذه بموضوع الاسقاط النجمي الان، او انه الاسقاط النجمي شيء والشعوذه والسحر شيء اخر. فبالنسبه للكائنات هذه، هي كائنات موجوده،
ومذكورة في القرآن ومذكورة في كل مكان، ولها حتى تجارب علمية أنها في الأشياء هذه موجودة في علم، في يعني بارانورمال يسموها دائما، بارانورمال ما وراء الطبيعة. المهم، الدفاعات الطاقية اللي لازم انت تسويها هي يعني انت مش معقول انه في شيء بيتلبس جسمك وانت نايم. ليش؟ لانك انت حامي نفسك، دائما انت بتحمي نفسك وانت كل يوم بتخرج، فمش معقول انك الان ملبوس من مثلا عمرك 20 سنة، معقول في ال 20 السنة ما جاء واحد يتلبسك؟ ليش ال 20 السنة الاستحواذ خلينا يعني ناخده على جنب الحين. ايه نصائح يعني الإنسان العادي الحين ايه ايه عايز مثلا هالكائنات هو ما بيشوفها الحين، ما بيشعر فيها لأنه مستيقظ، لكن مش عايز تكون هي موجودة عنده في الغرفة، عايز يحاربها يعني حتى هو مستيقظ. طبعا هم بيشعروا فيها الناس يمكن بشكل يعني لا إرادي. هذا يمكن في باب الدفاع الطاقي ممكن نتكلم فيه كثير، لكن احنا عايزين نصائح للناس بشكل يعني عملي انه اوكي اوكي يتفادوا. ايش هذه اوكي الاشياء بتكره هذه الكائنات بتكره انها تشوفها في المنزل او اوكي في البيت يعني بحيث ال... الناس العادية ايه تعمل. طبعا منزلك إذا كان ممتلئ بالطاقات السلبية كالغضب والخوف والشك والقلق والزعل والحزن، أي والخوف. شيء كله، أي هذه المشاعر تعتبر وجبة رئيسية لهذه الكائنات. الكائن هذا ما بيجي عشان يتمدد على المشاعر السلبية أو الطاقة السلبية، لا، هو بيجي يأكل، يقتات على هذه الأشياء. ليش؟ لأنه كائن مظلم يبحث عن الطعام، مثل القط لما يروح القمامة فبيفتح يدور يعني وين الأكل اللي بيأكله. فهذا نفس الشيء. فهو بيجي لبيتك يعني يشم الريح الحلوة، يعني كل ما كان الحزن قوي كل ما صارت أكلة لذيذة، فبيجي بيتغذى عليها كأنه بياخذها لداخله. فأنت تعمل عكس العملية. أولا تنظف بيتك أولا عقليا، يعني تخلي الناس تتفاهم مع بعضها، تحاول يعني هذا فيزيائيا تخلي إنه بيتك يخلى من الأشياء السلبية، يعني الناس تتفاهم مع بعضها، الأشياء يعني العالم كله يعني. يعني نحن بنتكلم عن نشر الطاقات الإيجابية والمشاعر الإيجابية في المنزل، إنه المنازل اللي فيها طاقة حب وطاقة أخوة وتعاون وتسامح بين أفرادها بتكون يعني ممكن نسميها منفرة للكيانات. مظبوط. فاذا ما آه استطعت آه فاذا ما استطعت تخلي بيتك كله، خلي غرفتك. اذا ما كان مم، بيتك كله مستطيع انك تخليه حلو، فخلي غرفتك واحمي غرفتك. مم، الطرق اللي تحمي فيها غرفتك او بيتك، طبعا تغسل بيتك بماء وملح. ما يعني بتسوي اللي بتكون مثل النشافه نسميها، اللي مم، بتكون كلها شعر كذا، المكنسه، فبتغطسها بالماء والملح، وبتنظف ارضيه بيتك، وبتحاول تمسح جدرانك بماء وملح، وخلاص. يعني شيء حلو. طبعا الماء والملح بيعمل زي كسر للطاقة السلبية وكسر ترددات الطاقة السلبية. مم، تشغل موسيقى في بيتك أو تشغل قرآن. الأصوات تعمل يعني الطاقة السلبية من النوع الطاقة اللي بتتكثف في المكان الواحد. يعني آه، إذا ما غيرت وبرضه تغيير أماكن أثاثك في البيت، مم، تنفض الاشياء اللي عندك، مثلا تنفض المخده، تنفض هذا، وتشغل دائما موسيقى في بيتك، قران. مم، طبعا القران هو شيء قوي جدا لانه ممتلئ بالطاقه الايجابيه من رؤيتي ومن استشعاري للايات اللي تتكلم. وبرضه الموسيقى الهادئه الجميله اللي لما تسمعها تحس براحه، هذه بتعمل كسر وتشتيت للطاقه السلبيه. الطاقه السلبيه آه، الطاقه السلبيه تنزل على المكان وبتتكثف فيه مثل الثلج. شفت الثلج مم، لما ينزل؟ فانت ضروري تغير اماكن الاشياء، تنظف البيت بماء وملح، تفتح موسيقى، تحاول انه تنشر طاقات الحب والسلام، وتوقف العادات السلبيه اذا كان هنالك عاده سلبيه تقوم بها بغرفتك او اهل البيت يقوموا بها. مم. ايش رأيك في موضوع مثلا استخدام الأضواء، انك تتجنب انه اجزاء من بيتك تضلها مظلمة طول الوقت، طبعا تستخدم الألوان الفاقعة جميله. والجميلة، مظبوط، برضه هذا اشياء حلوه. البخور أو العطور اللي ممكن تستخدمها في المنزل. طبعا جربت تستخدم هاي الأشياء؟ طبعا دائما طبعا البخور والعطر، هذا برضه. شوف، اي شيء يفتح لك نفسك حطه في غرفتك. وردة، نبتة. طبعا في نبتة حلوة جدا اللي هي الصبيرة أو الصبار، الصبار، حطها في الصبار. غرفتك، والله لذيذة جدا ورائعة جدا. مم. وأيضا أنا بنصح الناس بصراحة في موضوع الصبار، هو موجود عندي أنا في الغرفة. أنا عندي واحد آه، مم. حطيته في لبنان لأني سافرت فما قدرت أحطه معي في الشنطة. آه، فبن...
بالنسبة برضو عندك كريستال. الكريستال عندي كريستالة هنا، بس المشكلة لسه بعيدة في الشنطة. الناس آه، بتعرف معروف الكريستال شكله. بتحطه في غرفتك برضه، في له شحن طاقي. طبعا اذا رح نتكلم عن موضوع الشحن الطاقي هذا فهو موضوع كامل بحد ذاته. جدا. لكن خلينا مثلا شخص ممكن يسأل يعني ليه هاي الأشياء لها مفعول، مثلا البخور والضوء اللي انت ذكرته هذا ليه له مفعول؟ يعني مثلا مع بدناش نتكلم عن الطاقات م- ممكن نسميها الكائنات الأثرية، م. ليه بيأثر عليها؟ يعني هذا البخور مثلا سؤال شيء حلو. مادي، مثلا ليه يأثر على شيء ممكن نسميه غير مادي؟ كيف يعني انت يعني حاولت انت مثلا تعرف هذا الشيء او تبحث؟ ايه اكيد طبعا. احنا اذا رجعنا لاصول كل شيء، لكل شيء اذا كبرته الجذر هذا، انا كل شيء اذا كبرته 1000 مرة بتلاقي الكترون وبروتون بيدوروا مع بعض، وكل شيء اصله طاقة. فالشيء هذا انت اي شيء بتعمله بتفرز طاقة، بتصفق يدك تطلع طاقة. فالبخور والضوء والاشياء كلها الايجابيه اللي تعملها ترسل طاقات. فانت بترسل طاقات الى الطاقات السلبيه او الطاقات المظلمه، بيحصل مثل التنافر، كانك بتقرب مغناطيس سلبي مع مغناطيس ايجابي فيتنافروا. فالاقوى بينفر. فاذا انت عملت مثلا، سكبت مثلا دم في الغرفه وسويت شويه ملح، يعني وين التاثير؟ ما راح يتاثر. فالعكس صحيح. اذا عملت كثير ماء وملح مثلا، نظفت البيت كل شيء، فعلت قطره دم، راح تختفي بالماء والملح. فان شاء الله وصلت المعلومه. فهذا ليش بتاثر. فالضوء والبخور والاشياء كلها الايجابيه هذه بترسل طاقات. حتى الصبار بيطلق طاقات مثل الشوك، بتضرب اي شيء سلبي وبتشتته وبتفتته، تمحيه نهائيا. مم. في يعني انا بوجهة نظري عن عن الامر متواضع. تفضل. اعتقد انه زيادة، يعني انا لاحظت اللي هي زيادة الحساسية. يمكن ذكرت لك انه الحواس في البعد الاثيري بتكون مضاعفة، يعني او يعني مم. مضاعفة بشكل يعني كبير جدا. يعني انت مثلا مم. لو كنت بتطير فوق طريق او مكان وركزت للمنطقة اللي اسفلك خلال عملية الطيران، ممكن تشعر حتى بملمس الارض او ملمس الاشياء حتى اللي حولك، حتى ايه وهي ايه، بعيدة عنك. صحيح ف صحيح. أنا يعني شخصيا في عندي تصور إنه ارتفاع قوة الحواس بهذا الشكل له علاقة يعني مباشرة. مثلا لو أنت شغلت موسيقى، أنت حتى لو بالنسبة لك هادئة في البعد العادي، مم. ممكن في منطقة الزمن الفعلي تكون صاخبة جدا ومزعجة، إنه الشخص ما يكون عنده مم. قدرة إنه وخاصه اذا كانت ايجابيه إذا كانت مم. فإلها تأثير يعني مضاعف ضاع. جدا. ممكن الشخص ما يميز هذه التأثيرات في حالته بحواسه العادية، لكن في البعد الأثيري عشان حواسه مضاعفة، فأشياء ممكن بسيطة زي الكريستال، زي الصبار، زي الألوان الفاقعة يعني هذه كلها أشياء ممكن تأثر على الضوء، يعني ممكن يأثر على الكائنات. مم. فإحنا تكلمنا كثير عن موضوع التحصين، وإن شاء الله اللي طرح السؤال يعني يكون يعني أخذ فكرة عن الموضوع. بس هو كان في السؤال اللي بيتكلم، اللي هو اللي بيسأل كيف أنت أو ما هي الخطوات اللي أنت بتعملها حتى توصل للإسقاط النجمي. خلينا اوكي. نتكلم عن المرحلة اللي كان زمان. يمكن عندك الحين التقنيات بتختلف أو الأسلوب اللي بتستخدمه الحين مختلف، لكن اللي كان زمان كنت إيش تعمل؟ الخطوات اللي كنت تعملها بالضبط عشان يعني تحصل آه، لك هذه التجارب. اوكي. طبعا في شيء هنا اللي هو ربط إجابة السؤال الأول، اللي هو قبل أن أمشي للسؤال الثاني، في كتاب اسمه لتشوا كوك سوي، اسمه الدفاع الطاقي في المنزل والعمل. مم. هذا رائع جدا جدا وراح يفيدكم إن شاء الله. وفي منه نسخة عربية ويعني مشهور. طبعا إيه، عربية إيه ممكن طبعا، يعني بس الناس ينزلوا يعني يعني يعرفوا تقنيات أكثر يعني في موضوع مزبوط إيه. الدفاع إيه الطاقي. مزبوط. بالنسبة للسؤال اللي كان بيتحدث أو الشخص اللي كان بيسأل عن الأشياء، الخطوات اللي كنت تعملها، الخطوات العملية حتى تحصل مهم. على إسقاط نجمي. أوكي، بختصرها بسهولة. اولا طبعا انا اعمل دورات هذه الايام اسمها دورات سلسله اكتشف طاقتك. وعشان اوصل المتدرب لاسقاط نجمي ناجح 100%، لاني انا لما اقول اضمن الشيء فانا اضمنه فعلا، فمش انك راح تطبقه وما راح تسويه. فانا
فعلت مثل يعني هي مش مثل دورة الطاقة، دورة طرق الطاقة الجديدة. لا، لكن الدورة هذه أنا كنت يعني محضرها من قبل ما يعني أتدرب. أيضا أنا تدربت على طرق الطاقة الجديدة، ودورة رائعة جدا للأستاذ محمد. فمن قبل أنا كنت مجهز أشياء يعني شبيهة بالدورة هذه، ولكن لم أقم بعمل دورة، بل عملتها. يعني ممكن تشرحها للناس؟ يعني هم يمكن إيه بعض طبعا. الناس ما بيعرفوا ايش طرق الطاقة الجديدة وايش إيه الناس العادية يعني. تقرب طبعا. لهم فكرة عن ايش التمرين كفكرة عامة يعني عنه. طبعا اوكي. بالنسبه لدورتك انت، دوره طرق الطاقه الجديده هي عباره عن تاسيس قوي جدا للمتدرب ليصل الى مرحله من الصفاء الذهني وقوه التخيل والاحساس بالطاقه والاشياء كلها هذه قبل ان يصل الى الاسقاط. فهي الناس اللي بتنصدم، مثلا في حد جاء عندي قال لي انا انصدمت، يعني انا حصلت على الدوره، بس المشكله انه لما حصلت على الدوره هذه ما كان فيها اسقاط نجمي. قلت له لا، هذه دوره تاسيسيه للاسقاط النجمي، اذا عملتها انت هذه وكملتها وكل شيء بتروح لليوتيوب تكتب محمد العماصي بيطلع لك سبع دروس للاسقاط النجمي. ف يعني هي الدوره. فعلا يعني هي كانت ان اسد فيها الثغرة اللي موجودة في الدورة العملية، لأنه معظم الناس ما كانوا ياخذوا الأمر بجدية كافية. طبعا مظبوط. يعني هو يعني عشان نقرب للناس، هو طرق الطاقة الجديدة بتعتمد على التخيل الحسي. التخيل الحسي مظبوط. وهو مش فقط مرتبط بالطاقة، هو مرتبط بالإسقاط النجمي في نشاطات تانية. لكن أنت بالنسبة ليك يعني هو مم. شخص عايز يعرف إيش الخطوة اللي أنت كنت اوكي. تعملها الحين. أنت ناوي تعمل إسقاط نجمي الليلة في هذاك الوقت، مهم. مش الحين، في هذاك ايه الوقت. اوكي. آه، اوكي. يعني هل كنت تنام فقط بشكل عادي وتحصل التجربة يعني بدون إرادة، لا لا، أو في شيء أنت حضرته أو في قمت اشياء بتعمل؟ كثير. آه. في اشياء بحاول اذكرها بالمختصر المفيد. مم. اولا، بتكون اولا تخلي غرفه. شوف، انت لما بتروح تنام على سرير مريح مم. جدا، طبعا قبل ما انت طبعا كمبتدئ، انا طبعا بسويها على سرير مريح عشان اخذ على الراحه الكامله، بس كمبتدئ لما كنت بالبدايه، اولا كنت بحط تحت رجلي وساده، وبرفع ظهري بحيث انه يكون بزاويه تقدر تقول اعتقد 30. انا مش قوي في الرياضيات بس مم. اعتقد في هذه الزاويه، وبتكون رجلك كذا وبتكون كذا يعني بالضبط. مم. فبتكون مش نايم ولا صاحي. فهذا يعني لو شخص عايز يقلد هذه الجلسه. الوضعية يضع وسائد وراء ظهره، مهم. وسائد تحت ركبته. ايوه، آه. وينتبه ان رقبته ما تكون كذا ولا تكون كذا ولا تكون مرتاحة كذا. ليش؟ تكون. آه. لانه ممكن تحصل له يسموها عصبه، يعني بيصير هنا شد عصبي يعني، فما يقدر يحرك رقبته. مم. فيحط مخدة كذا ويريح على نفسه كأنه في جلسة علاج نفسي مثلا، مم. يعني شفت الكنبة تبع العلاج النفسي كيف صح. تكون. إذا أول خطوة الوضعية، إيش الخطوة الثانية؟ طبعا بتكون البيئة طبعا اللي حوله بتكون بيئة مريحة، مم. بيئة نظيفة، بيئة هادئة جدا، مم. بيئة نوم. بيئة آه. نوم. طبعا مش بيئة مزعجة، يعني انت لو بدك تنام بتروح تنام عند التلفزيون؟ مش معقول. بتروح تنام بغرفة نظيفة، بغرفة هادئة، بغرفة كذا عطر، يعني كأنك تعمل ليلة رومانسية، ممكن تضوي شمعة يعني صغير. ممكن نسميه يعني جو مريح، ويعني مظبوط. يساعد الشخص على الاسترخاء. طبعا اه. هذا اللي هي البيئة، والجلسة اللي هي الوضعية. مم. في وبعد. أشياء ثانية. اه. والخطوة الثالثة او اه. طبعا الخطوة الثالثة طبعا، أنا قبل ما تقفزوا إلى الشيئين هذولا، طبعا أنا أريد أخليها مرتبة عشان ما نخبص. طبعا مم. أول شيء البيئة، ثاني شيء التأمل. اعمل 5 دقائق تأمل قبل ما تدخل في الوضعية أو تجلس. ليش؟ مم. لأن التأمل بيساعدك على الاسترخاء، بيفعل لك تنظيم الأفكارك، بيخلي الأفكار اللي بتكون مثل الحصان الجامح اللي أنا عملت دورة عليها في اليوتيوب عشان توقف كبح جموح أفكارك، مم. وبتكون تركيزك مثل العدسة الحارقة. مم. فانت بتعمل. اللي هي التأمل، اللي ممكن في مظبوط ناس ما التأمل. بيعرفوا ايش هو التأمل، يعني كيف مم. كيف التأمل كنت تمارسه، التقنية اللي كنت تمارسها في التأمل؟ أوكي. التأمل هو عبارة عن طبعا أنت بتجلس. طبعا أول ما بديت أنا بالتأمل كنت أسمع لأنفاسي كيف بتدخل وكيف مم. تخرج، كيف مم. تدخل وكيف تخرج. هذه أسهل طريقة للتأمل. أو في طريقة ثانية إنك تعد من 600 لصفر وأنت بتتأمل. التأمل هو شيء سهل جدا يا ناس. إنك أنت لما بتتأمل تنتظر يعني تنتظر وتدخل داخلك لحتى تصل أفكارك وتوصل إلى مرحلة صمت ذهني، وبعدين تسمع لصوت داخلك. هذه هي التأمل اللي هو بالمختصر المفيد.
مم. يعني في انه الشخص يستمع لانفاس، صوت مظبوط، انفاس. ايه. طبعا في ألف طريقة وطريقة صح. للتأمل وآلاف الطرق، ولكن الطريقة السهلة هذه اللي إنك بتوصل بتعمل جلسة محددة، جلسة الكاتب المصري أو جلسة اللوتس أو ما إلى ذلك أو نصف لوتس، وبتقعد لحتى إنك تسترخي، بعدين تبدأ تنوم نفسك مغناطيسيا، يعني عفوا إيحائيا، فترخي جسمك كله بعد ما تكمل وخلاص تشوف نفسك مرتاح. تعمل شوية يعني ستريتش، وبعدين ترجع هذه يعني قبل لا، احنا عن ايه الاسقاط النجمي نتكلم، يعني ايه طبعا، قبل قبل الوضعية، قبل ما قبل الوضعية عشان اه. يكون عنده راحة كاملة، مم. وبعدين يدخل الوضعية ويبدأ يعمل إيحاء لنفسه، مم. ويبدأ يتأكد أولا، يقنع نفسه إنه أنا راح أعمل إسقاط، لأنه عقلك ما بيفهم. مم. أنت ضروري تفهم العقل الباطن إنه أنا أريد أعمل إسقاط يا ابن آه. الناس، أنا أريد أعمل إسقاط. يعني ممكن بس معلش، هو يعني بعض الناس يمكن ما بيعرف كيف يوحي لنفسه بالاسترخاء، يعني انه يقول طبعا مثلا ذراعي مثلا اليمنى مسترخية او قدمي لا مسترخية لا او لا كيف ليس ال بالسهولة. مم. مش بالسهولة فقط انه يقول كذا وخلاص تسترخي، لا. اولا يضبط، اول ما خلاص الان انا صرت ممدد وصرت في الوضعية بعد التأمل بعد البيئة الحلوة وكل شيء، وصرت خلاص مستعد 100% اني ابدأ الخطوات الاسقاط النجمي. مم. اول خطوة بتبدأ تراقب تنفسك. ايش؟ تنفسك ما بيكون لا، مم. ولا بيكون لا، بيكون شهيق، زفير اسرع. مم. شهي يعني تسويها 15 مرة 20 مرة لحتى يصير تنفسك يعني نفس هذه الطريقة. ليش؟ لأنه هذه الطريقة لما هي طريقة النوم، يعني مش إنك تنام، طريقة استرخاء للجسد. فأول شيء التنفس، ثاني شيء استرخي بإيحاء. كيف؟ مم. أولا بتبدأ تدخل في المرحلة هذه بعد ما تصل إلى الاسترخاء، تبدأ ترخي نفسك أو عضلاتك، تركز تجيب وعيك الحسي إلى مثلا جبهتك، مم. وبتركز على جبهتك وتحاول تتخيلها تتصورها وتستشعرها ان هي مم. كيف بتسترخي، وتأمر نفسك الآن، وبتتكلم مع نفسك، يعني ما مم. تحس نفسك تصعبط على نفسك، لا اتكلم بجد، يعني مم. انه الآن جبهتي مثلا تسترخي، كل عضلة في جبهتي، وحاول انك تخلي صوتك الداخلي، يعني ما تتكلم بفمك، تتكلم مم. بصوتك الداخلي، وتتكلم مع جبهتك، كل مم. عضو فيك يعني كأنه عنده وعي. مع فكله بتراقب. تحريك يعني مع تحريك الوعي الحسي في هذا المكان. مظبوط، في إيه، طبعا اه مم. جربت يعني تستخدم يعني ممكن نسميه الأيدي التخيلية في موضوع إنك تعمل طبعا مساج يعني للمناطق اللي فيها توتر أو هو الفائده الذي اكتشفتها انا من طريقه الايادي التخيليه مثلا والتفتيت وما الى ذلك، هذه بتعمل تنشيط للطاقه قبل ان تكون استرخاء. فهي بتعمل تنشيط للطاقه في المكان المعين، وبتعمل مثل يعني لو كان عندك انسداد في المسار او شيء، يعني انت من كثر ما بتسوي كذا طاقيا انت فعلا بتسويها بس اثيريا، بس ما بتشوف نفسك انت فعلا في ايات بتسويها مم. وبتحرك هذا المكان بس اثيريا. فهذا المكان بيصير مثلا لو عندك انسداد في جبهتك فبيصير ينفتح الانسداد وتمشي، لهيك بتحس بالاسترخاء. مم. فلما بتمشي هذا الشعور كله على جسمك كامل وتعمل الطرق كلها، مم. فبيحصل عندك وصول إلى مرحلة استرخاء عميق جدا. مم. وبعد كده يعني ممكن نسميها الخطوة إيه. التالية، لا لو نستعجل شوية فيها لأنه لا، الوقت دهمنا. هي أنا أحاول إنه ما نزيد الوقت لأنه مم. يا رب إن شاء الله يكفي. إن شاء الله. طبعا الخطوة اللي بعدها بتكون بعد خطوة الاسترخاء وكل شيء، بتكون أنا بسميها الآن انتظر للمرحلة هذه. فلما مم. بتنتظر أولا حاول إنك تكبح أفكارك كلها، لا تفكر بشيء، حاول مم. إنك تكبح أفكارك، ومش شوفوا مش تكبح بحيث تخليها بالغصب، لا، اكبحها بحيث اني لو جت لك فكره لا تفكر فيها، ادفعها كانك بتدفع وساده هوائيه. مم. يعني ما تحاول تضغط على نفسك لا اريد ان افكر، لانك انت الان بتفكر وانت بتقول لا اريد ان افكر. مم. فخليك يعني راقب الافكار هذه، وخليك انت ساكت كانك انت في جمع والناس تتكلم، بتلاقي هذه الافكار بتنهمر عليك مره واحده، بعدين تختفي مره واحده، وتختفي تختفي تختفي لحتى تسمع طنين اذنك. في اشياء تساعدك على هذا الشيء. اولا انك تعد من 600 الى صفر مم. بالتنازل، 600 599 598 الى صفر. وطبعا اذا غلطت في العد، مثلا قلت 589 وانت لسه في 90، تعيد من 600. هذا بيساعدك جدا على تصفية الافكار، او انك تسمع طنين اذنك، او انك تراقب دقات قلبك، او انك تراقب انفاسك. مم. هل أنت حسيت في فرق بين ممكن نسميها الأفكار
اللغوية ممكن نسميها الحوار الكلامي، وبين الأفكار اللي هي كصور أو امم. يعني كممارسات للطاقة أو شيء، يعني لأنه في، بتعرف هذه مرحلة بتكون جدا مملة للبعض إنه يكون مظبوط. فيها. ف يعني كيف تديهم وسائل إنهم يدفعوا هذا الملل يعني عن أنفسهم؟ وإيش أخطر نوع من الأفكار اللي ممكن يعني يأثر على يكسرهم؟ طبعا إيه هي طبعا شوف انت هذه بتكون يعني هي احلى طريقه ممكن انك تتغلب فيها على شعور الافكار، انك تخدعها انك نايم، لا تفكر فيها. يعني خلاص انا نمت، يعني كانك تكذب عليها انك نايم. مم. تكون خلاص يعني كانك مسوي حالك نايم، كانك بتكذب على اخوك، وفعلا انت اقنع نفسك انك فعلا نايم. فهذه من احسن الافكار التي انا اللي انا اخترعتها، انه لاتغلب على مشكله الافكار اللي كانت تجيني. هذا واحد. اثنين، إن الافكار اللي بتجيك اخطر انواعها اللي بتيجي وتحاول تنبش لك موضوع انت مسويه. مم. فمثلا في نوع من الافكار مثلا في نوع عمل مثلا ما سويته، مثلا اوه نسيت ما تغسل الصحن الفلاني. مم. الان اذا ما رحت غسلته بتجي لك امك وبتصيح فيك، تخليك تلغي العمليه فعلا، يعني تقوم تغسل الصحن. آه. امم. أو فانت ممكن أيوه. تكتبها في ورقة، مم. الأفكار هذه اللي أنت مثلا ممكن تريد تعملها، وحطها في ورقة جنبك. مم. هذه برضو خطة. وبعدين أنت بتوصل إلى إلى وصول إلى الوعي اللي هو خلاص وصلت إلى يعني إلى مرحلة الاهتزازات. يعني هي بهذا الطريق بتوصل إلى مرحلة الحين مرحلة الاهتزازات هذه مرحلة بتسبب يعني ممكن كتير مشاكل يعني معظم، أنا مع مر السنين أكثر مشكلة كانت تمر علي أو الناس يسألوني عنها هي مسألة الاهتزازات. بعض الناس بيوصلوا لمرحلة الاهتزازات وبيتوتروا بيخافوا بيبدأوا يفكروا بتختفي الحالة. ف... طبعا في نوعين مم. في سوري قطعتك. يعني مثلا انت كيف كنت تتعامل او ايش نصيحتك لواحد اوكي. دخل الاهتزازات؟ ايش يعمل خاصة ممكن اه اول شخص بجرب الاهتزازات بتكون بالنسبة له يعني تجربة مش سهلة، انك تشعر كأنه جسمك نفسه اللي بيهتز مع ال آه، اوكي، انا بقول لك طبعا في نوع من الاهتزاز، في اهتزاز كاذب واللي هو بيجي خفيف جدا، ما بيجي بهذيك القوه. وخدعني كثير مرات هذا الاهتزاز الكاذب. بيجي بيحسك انك فعلا دخلت في مرحله اهتزازات، بس بيكون خفيف. يعني بيهزك يهزك 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 ويروح. بس فعلا مرحله الاهتزازات هي اسميها مرحله الزلزال، كانه حدث هزه ارضيه 7 على مقياس ريختر. ففعلا بتهتز وقلبك بيدق هنا في اذنك. هذه وصلت الى المرحله الانتقاليه وبعدها بتنطلق. ولكن في ناس انا اسميها مرحله الانطلاق. هذه المرحله تريد طاقه، اذا ما عندك طاقه ما راح تنطلق. ليش؟ لانك انت مثل الصاروخ لما بيطير بينفث مثل الطاقه او بينفث البترول. فانت اذا ما عندك طاقه فبتوصل الى مرحله الهزازه وتريد تخرج بس ما في طاقة تدفعك إلى خارج. ما في تأملات، ما في شحن طاقة، كل يوم بتعيش حياتك على الهامش. فهذا اللي هو المشكلة. يعني هو انا كان قصدي انه الشخص الحين دخل مرحلة الاهتزاز وبدأ مم. مرحلة الاهتزاز بدأ يشعر فيها بقوتها. شو ايه مطلوب منه يعمل يعني الحين؟ ايش مطلوب منه مطلوب انه ما يعمل ينتهز. حتى ينتهي الاهتزازات على خير، ممكن نسميها تنتهي مطلوب ايه مم. مطلوب منهم في اعلان زمان كان يجيبوا في مصر اسمه ولا اي اندهاش. كان في واحد كذا بيظل وعنده نظارات، يعني ولا اي اندهاش فعلا. يعني انت بتنصحهم انهم يتجاهلوا الاهتزازات هذه ولا كأنها بتحصل، وما ولا يركزوا على كأنه موجود على اللي ابدا. بيحصل عشان ما ايوه، تنكسر لانه ربع فكره او واحد من يعني 0.1 مم. فكره ممكن تلغي لك العمليه كلها. مم. او 0.1 مم. خوف ممكن او قلق ممكن يلغي لك العمليه كلها. انت لا تندهش ولا كانك بتفكر بشيء، تهتز ان شاء الله تنفجر في مكانك، لا يعني تهتم. يواصلوا مثلا التركيز في أنفاسهم، يواصلوا ايه التأمل اللي مط- كانوا يقوموا فيه ايه ويتجاهلوا تماما الاهتزازات. بتعرف يا هي أخ لؤي، يعني تقريبا يعني 90% من مشاكل الخروج بتكون يعني في، ممكن نسميه في هذه المرحلة بالذات، إنه الشخص بيشعر باهتزازات وبيحاول بشكل إرادي إنه يركز عليها ويزيدها. معتقد إنه لو فعل هذا الشيء راح ينتهي بخروج. فبتفاجأ انه لما يركز على الاهتزازات بتقل مش بتزيد يعني مع
مظبوط. فهو في هنا، في طبعا اذا انت صبرت على الاهتزازات شويه، بتهتز بعدين بيجيك شيء مثل تعرف لما بيجي شيء مثل الضغط هيك يعني، كانك كذا، بعدين بيضغطك وكانه بيمشي على جسمك كله، كانك دخلت تحت البحر. لما تدخل تحت البحر بعمق كيلو مثلا تحت البحر، مم. بتحس كانه في ضغط، يعني فعلا ضغط. مم. فهذا الضغط اول ما بيجي بيجمدك، وهذا هو شلل النوم اللي انت بتوصل له بعد المرحله الانتقاليه. لما مم. توصل الى هذا الشلل النوم، بعد طبعا بعد عدم الاندهاش وعدم التفكير، بتبدا تعمل ايش؟ طبعا انا اخترعت، قلت لك 20 طريقه للخروج. مم. يعني وهذه 20 فقط اقولها وانا لسه ما حسبتهم، وهم اكثر. طبعا الطرق هذه بعدد لكم اللي لسه ذاكرهم الان، اللي هو يعني هذا مثلا احنا بنتكلم يعني بعد الاهتزازات او ايه عشان الناس اللي توصل بتسمعنا الى الحين. يعني مظبوط الى بعد الاهتزازات يتجاهل الاهتزازات، توصل بعدين يبدأ في تقنية خروج اللي اذكر لنا لا، يعني اللي انت في شيء في سويتها. اه. يوصل الى الاهتزازات، ثم يصل هو بعد الاهتزازات بيصل الى مرحله شلل النوم، اللي هي مم. كانها بتختفي الاهتزازات، وبيفقد الاحساس بالمكان، وبيحس جسمه يعني كانه بيتوسع او بينكمش او ما الى ذلك. مم. فهذه المرحله هي يعني مرحله كانه بيدور وخلاص، يعني وصل الى مرحله. بس هذه نقطة، يعني هو عشان بعض الناس، في ناس بيشعروا بالانكماش لكن في ناس بيشعروا بالتمدد برضو، يعني في م. الموضوع بيشعروا انه هي بتمدد لأكبر من البيت ولأكبر من، يعني بيصير العكس عملية الانكماش. بس مظبوط. هذه يعني عشان الناس اللي بتجرب لكل الحالتين، شخص يعني مش لكل آه. شخص حالته، فلا لا المهم نحاول، انه لا يحاول. في اختلاف في لا يحاول يقارن الادراك نفسه بشخص اخر. الادراك المكاني بيتم، يعني او ادراك وجوده في المكان بيهتز يعني خلال هذه أوك- الحالة. يا او فهو بيختلف. لا يحاول يقارن نفسه بالناس الاخرين، فيقول لك انا اه. اذا ما وصلت للانكماش يعني فهو بيكون مثلا وصل للتمدد، يقول لك انا لو ما وصلت للانكماش يعني انا لسه حيبدأ ما وصلت. يفكر مظبوط. الحين تقنية فانت الخروج اللي انت طبقتها، ممكن نبدأ طبعا فيها. انا م- ببدا فيها، لانه بيقول لك ايش، انت بتوصل بعد المراحل هذه كلها الى مرحله كانها مثل الهدوء او السكون، م- وبتحس نفسك تخف من م- جسدك، وتحس عدم يعني كانك انت ما عادك في جسدك، كانك طاير. فهذه المرحله طبعا في اشياء تعمل فيها. طبعا اولا ممكن انك تستخدم الحبل او السلم او الدوامه، بتحس نفسك دوامه، اللي او هي الغرق او الحبل يمكن مشهور كتير يعني بس هو كتعديد ممكن، لانه في كل شخص صح. بتلبق له حاجه معينه حسب م- برمجه العقل الباطن. ففي ناس مثلا عمره ما تسلق حبل، م. فعلا يعني في ناس عمره ما تسلق حبل. اه. فبيحاول انه يتسلق، فما تنفع معه. م. في ناس يتسلق السلم دائما، فلما يجي يعملها يسويها اسرع. مثلا يعني في نوع هو طبعا يتخيلها تخيل حسي، انه كأنه فعليا بيعملها، مش تخيل هو نسميه طبعا. بصري. يعني انه لا يفكر بسلم، او يشوف واحد بيطلع السلم، لا انه فعلا يحس يشعر انه فعلا بيمسك السلم بايده الحقيقية بدون ما يحركها، او الحبل مثلا، وانه بيسحب الحبل، يعني يعني بيشعر بالقوة. يعني طبعا هو يعني آه، الشخص طبعا بيشعر يعني بتفاعلات الطاقة لما يكون بنفذ الخروج بطريقة صحيحة. طبعا هو هو طبعا اذا وصل الى المرحله هذه، م- ويعني هو طبيعي يعني انه يصل الى مراحل من هذه المراحل. م. واذا عمل طبعا التصور، ضروري يكون يحس التصور، يحس انه بيتسلق فعلا، مش فقط يتخيلها. ايضا في طبعا عده طرق يسموها طرق الخروج. طبعا اللي هي تقنيات الخروج، يعني عندك الحبل، عندك السلم، عندك الدوامه، عندك الغرق، عندك عددها الخفه. كبير، يعني مش يعني جدا يمكن جدا. تحتاج لحالها، مقابلة لحالها. لكن خلينا مظبوط. باللي انت اللي نفذته. يعني عشان الشخص هذا سؤاله طول بصراحة، اخذ كل لقاء اليوم. فهو الشخص هذا عايز يعرف اللي انت سويته بالضبط، اللي انت عملته في هذاك الوقت، اي تقنية خروج اوكي ممكن اللي انت عملتها او اللي انت اخترتها يعني في اوكي ذاك الوقت. اوكي بقول لك هي طبعا هي تقنيتين اللي استخدمتهم انا زمان، مم. اللي هي اول تقنيه الدوامه، مم. وتقنيه الدحرجه. خلينا في طبعا الدوامة.
اوكي، الدوامه هي انك تحس نفسك انك كانك هو طبعا بيكون كل شيء مظلم، مم. فبتحس نفسك بتدور داخل دوامه، كانك بتنسحب الى دوامه، مش كانك انت بتدور في دوامه، كانك بتنسحب الى خارج جسمك، كانه في دوامه جنب جسمك. طبعا اللي بدا باختراعها سامر الورد، مم. واللي انا طورتها، طبعا انا طورتها بس اللي اخترعها سامر. فانا طورتها انه لما بتبدا اولا انك بتخاف وبتحس نفسك كانك في فوق البحر، كانك في البحر، يعني مم. بيحصل عندك تموج، وكانك انت ما مالك سلطه على نفسك، كانك بتنسحب الى داخل الدوامه هذه. مم. واول ما بتنسحب، اول ما بتدخل في الدوامه بتحس نفسك يعني كانك يعني ضربت معلش لخارج. عشان نوضحها للناس او حسب ما انا فهمتها، انه مم. عندك انك تتخيل حالك في بحر، وفي دوامة ظهرت في المكان اللي انت مظ- بتسبح فيه او اللي انت موجود فيه، وبدأت مظبوط. تسحبك يعني. طبعا ده مظبوط يعني الدوامة بتكون خارج جسمك، او يعني مظبوط يعني بتدفع يعني وعيك للخارج. يعني ف- هيك هذه الصورة اللي انت بتقصدها يعني بالتقنية. مظبوط ايوه. مم. مم. طبعا في هنا شيء طبعا مهم جدا، وهو الخلطه السحريه زي ما قلنا، نقل الوعي. اذا ما نقلت وعيك وظليت في مكانك طبعا، فهذه هي مشكله كبيره. مم. انت انقل وعيك فعلا، تحرك مع الماء، انقل وعيك، صل الى داخل عفوا، صل مم. الى داخل الدوامه، مم. وادخل داخل الدوامه، وانخلط في الدوامه، يعني انقل وعيك، غير وعيك اه خلاص، لانه هذه اذا ظل وعيه، آه اذا ظل وعيه بالجسم وفي الجسم الاثيري وما الى ذلك، خلاص لان ما راح يتحرك. بس اذا نقل وعيه ونسى انه اصلا في جسم فيزيائي، وصل الى مرحله الدوامه ودخل الى الدوامه، فالدوامه هذه كانها بتزفره الى خارج جسمه، فبيحس نفسه لا عاد في دوامه ولا شيء، بيحس كانه اختفت كل المؤثرات هذه. فبعدها اول ما بيوصل الى خارج الجسم فيفتح عيونه، فبيلاقي نفسه فوق في السطح او في. أو ربما حتى من دون ما يفتح عيونه هي لحالها حتكون مفتوحة. مظبوط يمكن. مم. يعني أنت، هل عمرك استطعت إنك تغمض عينك في البعد النجمي؟ صراحة هو ما فيش تغميض عيون، بس هي بتكون دائما يعني مفتوحة أظن هي ما. هذه البرمجة ليش أنا قلتها؟ عشان في بعض الناس بيظل عنده كأنه شيء أسود على عيونه، كأنه يعني. ربما هذه مشكلة عنده، مشكلة طاقية عنده يعني، أو يعني مم. في إشي زي الصمغ لازم هو ينظفه من عينه. فهو هذه آه. فهو لما بيطلع فبيتخيل إنه عينه اتفتحت، ففعلا هي بتتفتح بس بالعالم النجمي مم. أو العالم الخروجي الأثيري. آه. آه، يعني خلينا نتكلم، هذه لو نجح الشخص في الحالة طبعا الثانية. يعني أنا لما الشيء الجميل لما أنت يعني تتعمق في تعليم الإسقاط النجمي، إنه بيصادفك يعني كل الحالات. فالحالة الثانية اللي هي يعني ممكن تسميه العدد الأكبر يعني من الحالات، إنه فجأة اختفت كل الأعراض، اختفت الإحساس بالطفو، اهتزازات اختفت، كل شيء اختفى، مهم. ووجد فجأة نفسه هيك على السرير ومستيقظ وبكامل يقظته. ف... فأنت يعني في هذه الحالة، إيش يعني بتنصح الشخص إنه يعمل يعني بعد ما صار يعني هيك؟ طبعا طبعا أنا أنصحه إنه أولا، أنا بسميها هي حالة الفشل أو حالة اللي يسموها الإجهاض، سميها أنا حالة الإجهاض للعملية. هي ليش؟ ناتجة عن ماذا يعني؟ هل هو فشل في هي نقل وعيه إلى الخارج؟ هل هو مثلا الجسد الأثيري أو في ناس فشل مثلا الأثيري في الخروج؟ إيش يعني رأيك يعني أو تفسيرك للأمر، أو تفسر لهم إيش اللي صار بالضبط؟ خاصة إنه بكون في متعب، يعني الشخص بكون متعب مظبوط كأنه يعني فعلا انسحبت منه الطاقة هذه اللي كان مخصصها لإسقاط نجمي. اوكي، في ناس فعلا بتعمل كل الخطوات بشكل سليم جدا، مم. وتصل الى المراحل وكل شيء، ولكنها ما تخرج. السبب انا اسميها عمليه اجهاض الاسقاط النجمي، مم. وهي بتكون عمليه انه بيصل الى المراحل هذه كلها بس ما عنده طاقه انطلاق، انه يطلق جسمه الاثيري بوم ويخرج الى خارج. مم. فبيحاول انه يخرج، فبيحاول انه يحس ويحس وكذا، بس لا يوجد طاقه. لا الشخص لا بيتامل، مم. مثلا يدخن، يكون مثلا بيشرب خمر. مثلا في ناس يعني كثير مش من العالم الاسلامي يعني بيشرب خمر طبيعي، مم. فبيعمل له انسدادات، بيكون عنده انسدادات طاقيه، بيكون عنده قله في الطاقه، في يعني كثير اشياء من هذه هي اللي بتعمل الغاء ابورت العمليه. ف... فالاشياء هذه عباره عن تقدر تقول تجهض العملية هذه. فإذا ما عندك يعني طاقة أيوه. كافية فما راح ينطلق الصاروخ إلى خارج مم. زي ما نقول خارج طبقة الأوزون، مم. فإذا ما في بترول كثير. وهذا نفس يعني الشيء. يعني بتنصحه انه هو يعني يتبع حياة اكثر صحية، وانه يمارس نعم التأمل، يعني انه
يعني يرفع طاقته في البداية، أو ياخذ مثلا تمارين طاقة، سواء كان النظام الجديد أو نعم. أو يمارس التأمل، بحيث إنه يرفع عنده الطاقة قبل ما يمارس الإسقاط، أو يحاول يعني محاولة خروج مرة مم. ثانية. آه طبعا. مم، بنصحه انا يدخل في دوره معينه، يعني مثلا كدوره طرق الطاقه، او يبحث في الانترنت، او يحاول انه يصل الى دوره حقيقيه. يعني في ماسترات كثير نصابه بتحط لك دورات تاخذ عليها مصاري، وهي دورات فاشله. ولكن انا انصح وللامانه بالله ان دورتك هي دوره رائعه جدا، وانصح انه اي شخص يشترك فيها له المقدره فليشترك. واذا ما كان عنده مقدره انه ياخذ الدوره، في برضه عندي دوره انا في الانترنت ناشرها يعني، يعني صح انه في فرق. هو ولكن يكلمني يعني، اللي ما عنده قدرة يكلمني يعني، أنا براعي يعني الناس. احنا هدفنا في الأساس إن احنا ننشر مظبوط. العلم. ففي ناس والله العظيم، في ناس بتخذ يعني من فوق ال 1200 $1500 يعني. والله شايف لسه دوره قبل يومين. مم. وناس كثير بدهم نشارك فيها المشكله. فلما بتستعجب تقول يا اخي والله العظيم لو يجوا لهنا مم. ويشوفوا ايش في، يعني ايش فعلا ايش بنقدم من معلومات. سبحان مم. الله يا اخي، ارزاق. طبعا هو يعني تصديق لكلامك، انا بيجيني ناس احيانا بيكونوا مخلصين يعني ريكي واحد وريكي اثنين ويوغا، ومر علي اشخاص زي هيك. م- بعضهم مخلص يعني انظمة طاقية تانية، وبيجوا عندي مثلا، او باخذوا هذه الدورة مثلا، بيستغربوا يعني، بيقولوا احنا يعني وين هذا وين؟ يعني الاحاسيس اللي بنحصل عليها مثلا من اول 5 دقائق بنمارس التمارين، عن شهور من النظام الثاني. فيعني انا شخصيا هذا اللي زاد ثقتي يعني فانا فعلا النظام هذا يعني هو طبعا هي مش دورتي انا، او مش تقنياتي انا، هي تقنيات روبرت بروس، بس انا عملت لها عملية يمكن تعريب شوية وتوضيح لكن ما انا اقول لك يا استاذ محمد، انت اول من ادخل اسقاط نجمي العالم العربي. فوالله العظيم انا قبل يومين، لا قبل اسبوع، شفت شخص طالع في قناه، وشخص يعني هو ما اعرف من اي بلد، بس اللهم انه كان بيتكلم عن الاسقاط وكذا، ويعني يعامل جروب كبير للاسقاط وما الى ذلك. فانا اشوف كذا اقول اذا حين يعلم الله هذا يكون تدرب الاسقاط النجمي من دوراتنا، ويروح المشكله ينشر كلام غلط عن الاسقاط النجمي. هو لو و بينشر كلام صحيح انا ما عندي مانع. انا في ناس كثير بتلوث بسعد سمعة الثقافة اساسا. النجمي. فأنا اه شفت كانت في مقابلة شيخ يناظر هذا الشخص، فالشيخ يقول له حرام، ومن يخرج ويتعامل مع الشياطين هو مذنب. يا حبيبي أنا فدالك يعني. في الموضوع هذا الموضوع، يعني موضوع الإسقاط النجمي والدين، أكيد يعني لازم له مقابلة كاملة لوحده يعني. إن شاء الله. آه إن شاء الله، يعني أكيد موضوع كبير. لكن أنا في عندي يعني شخص سألني بصراحة هذا السؤال يعني لسه اليوم عن هذا الموضوع، اللي هو الإسقاط النجمي ونظام الاعتقاد والأشياء هذه. يعني أنا دائما بشجع إنه الشخص يكون عنده يعني عقلية منفتحة نحو نحو معتقداته. لكن برضو هو مش فاهم. أنا يعني بشجع إنه ما ياخد يعني إيه. نظرة سطحية عن الدين، أو إنه ياخد موقف معين بناء على قول شيخ، أو بناء على قول طائفة معينة. يعني أنا ممكن أضرب مثال يمكن بعض الناس يستفيد منه. مثلا الجاثوم مظبوط. أو إيه. الشلل الليلي، إحنا بنحكي عنه مش جاثوم، يعني خلاص عرفنا إيش هو. شيطان. فبعض الناس، أنا كان عندي حالة من العراق لسه قبل فترة بسيطة كنت بساعدها، بتمر بحالة الجاثوم. فهي مهم. بتعتقد إنه في شيء يعني كائن بيحاول إنه هو يثبتها في مكانها أو يأذيها. ف فأنا يعني شخصيا يعني لما عرفت، طبعا أنا يعني وديته على رابط لموقع طبي انه بيشرح ما هو الشلل الليلي، وانه عملية طبيعية انه الجسد يشيل مم. نفسه وهذه الاشياء. لكن انا بتفهم هذه الحالة، لان انا ايضا يعني اول ما بديت في مصادفة الجاثوم او الشلل الليلي، يعني ايضا اصبت بنفس الخوف. وطبعا انا رجعت للمصادر اللي كانت متوفرة الي في هذه الحالة. يعني ممكن نسميه يعني انا كنت في الخليج، في بلد يعني مم. ممكن نسميه الإسلام اللي كان يعني بيفسر هذه الحالة، في هذا يمكن قريب من السلفية. فكان بالنسبة لهم هذا الجاثوم يعتبر شيطان. الجاثوم في لغة مظبوط. إيه. العرب هو شيطان. فحتى أنا يمكن في أحد هذه الشيوخ أنا حطيت هذه جملته، يعني إنه الجاثوم هو مم. شيطان. ف يعني أنا يعني بعدين لما أنا توسعت مثلا درست عن الصوفية شوية، اكتشفت إنه يعني
مثلا بالنسبة للصوفية الإسقاط النجمي موجود، يعني مش فقط مظبوط، اه. موجود، يعني هم من اكثر الطابع. يعني بيمارسوه وعندهم قواعد إله، وضعين علم كامل لهذا الشيء، وحتى بيخططوا الأشياء اللي موجودة بسموها طبعا هي سماوات، ما بسموها أبعاد أثرية. ف مظبوط. يعني انه يعني ما تاخذ انت يعني او الشخص يعني ما ياخذ نظرة معينة، مذهب معين مثلا في الدين، لنفرض انه هو الحين الاسلام، انه ياخذ مذهب معين منهم، ويعتبر انه الاسلام كله او الدين كله يعني بيتجسد في هذا الشيخ او في هذا المذهب. ممكن مذاهب اخرى متوسعة في هذا الامر. فأنا دائما يعني إن الواحد قدر الإمكان يعني إنه يعني ياخذ هذا التنوع اللي موجود في الدين بعين الاعتبار، يعني ايه، في في عندي الموضوع. مداخلة بسيطة. تفضل. هو يعني سهلة جدا. هو الذي نعاني منه كمجتمع، يعني في بعض المجتمعات، ولن أقول مجتمع عربي أو مجتمع غربي، ولكن في بعض المجتمعات نعاني من شيء واحد، هو عدم تقبل الآخر. وإيش؟ وعدم تقبل الآخر والتفكير بما يقول. يعني مثلا أنا إذا هلا مثلا لو نقول أنا وأنت ناس مش متحضرين وكذا لسه، يعني عندنا التفكير اللي هو تفكير الجاهلي قليلا. فانا بقول لك الاسقاط النجمي حلال، وانت بتقول لي لا حرام. بقول لك الا حلال وانت بتقول لي حرام، فانت لا اخذت مني ولا انا اخذت منك، يسمى هذا جدال عقيم. فاذا قلت لك حلال فبتقول لي ليش حلال، اقول لك يا اخي واحد انه ما في اي شيء شبهه، يعني لانه بيقول لك اتقوا الشبهات مثلا. ما في شبهه في الموضوع، يعني وين السحر، وين الكلام، وين الشعوذه، وين الطلامس، وين الاشياء هذه؟ فانت بتبدا تقتنع بكلامي، بتاخذ الكلام بتحلله. بقول لك ليش حرام؟ والله قال لي الشيخ الفلاني انه حرام. طيب يا اخي الشيخ الفلاني هل هو نبي؟ هل هو منزل من الله عشان انه يقول لك حرام خلاص بتصدقه؟ انت زرع لك الله عقل، في اعطاك عقل هبه ويميزك عن الحيوانات. الحيوان بيكون عنده قطيع ويلا بيمشي بعد قطيعه، فاذا كان رئيس القطيع بيضرب الحيوانات ممكن انهم يعتدوا عليه ويقوموا ثوره عليه ويقتلوه. يعني يعني الفكرة اللي ايه، هي انه يكون عنده عقلية يكون عقله منفتحة، ايه. فاذا يعني كان ايه، فعندنا متوازنة شاملة في يسمع م. للجميع يفكر فقط. يفكر يستخدم العقل ويفكر، يتأكد انه هذا حرام وهذا حلال، يقول حرام ليش، اعطيني اسباب، واحد اثنين ثلاثة، ياخذ الاسباب يناقشها، واحد اثنين ثلاثة، يذهب الى الى شخص عنده قدرة في الاسقاط وقوة في الاسقاط وعالم في الاسقاط على الاقل، فيسأله يقول له والله عندي واحد اثنين ثلاثة، هل هذا صحيح؟ يقول له صحيح او لا. اذا كان صحيح فقد ايد فكرة الحرام، واذا كان غير صحيح ويشرح له انه مثلا يقول يدخل الجاثوم ويسمح بالتلبس. وين الموضوع يا شيخ؟ هل يعني لو اجى الشيخ لعندي يقول لي انه مثلا الجاثوم شيطان، اقول يا اخي اثبت لي انه الجاثوم شيطان. ما فيش طبعا اثباتات. طبعا احنا فقط هو ممكن. انا مؤمن على الشيء فقط، يقول لك انا اؤمن بالشيء هذا الفلاني، ايمان فقط انه هذا الشيء حرام فانا احسه حرام فاقول للناس حرام. يعني طبعا هي ما لها احنا اساس. طبعا هذا موضوع كبير جدا، يعني جدا مش مظبوط. يعني مش ايه بسيط ابدا، يعني موضوع المعتقدات والاسقاط النجمي والاشياء دي. فاحنا يعني يمكن لازم نأجله يعني لوقت طبعا. ثاني. لكن هو فانا احب. الفكرة العامة، يعني الفكرة العامة اللي عايزين نوصلها، او اللي يعني اللي بننصح الناس فيها، انه دائما خلي عندك عقلية منفتحة، اسمع للجميع. يعني ما تسمع من شخص واحد، اسمع. يعني أنا بعرف مثلا عدنان إبراهيم يتكلم عن تجارب الخروج من الجسد. إيه، مظبوط. أنا ذكرت الصوفية، لكن أنا متأكد إنه في فرق تانية يمكن مش مشهورة كتير، بس بتتكلم برضو عن هذا الأمر. فإنه مظبوط. ياخذ يعني يعني ما بطلب منه يكون صوفي أو يكون مثلا عدناني أو فكر لا، فقط. إنه يعني يسمع من الجميع. فهذا يعني النصيحة العامة، يعني أنا هو فقط ما نريده من الشعب العربي بشكل عام او من يشوفوا هذا الفيديو. فكر. use your mind، استخدم عقلك وهذا ست. حلل وفكر، يعني انت عندك عقل فاذا ما استخدمته فيظل ضامر في داخلك. ومآثم عليه انت لان الله اعطاك امانة عندك انك تستخدمها، م. فاستخدمها في الطريق الصحيح ان آه شاء الله. اوكي، شكرا يا اخي لؤي. الحقيقة احنا تجاوزنا الوقت المخصص راح تمنتج بشكل كبير. لا لا والله لا بأس. انا والله بسعد انه يعني اي شيء يفيد الناس ويساعدهم، يعني انا بسعد ان انا اعمله. وان شاء الله يعني هذا انا فاهم انه طبعا الموضوع كبير، يعني مستحيل يعني ان احنا مظبوط. نتحدث عنه او نجمله حتى
في جلسات سع- كثيرة. أنا فاهم الإشي هذا انا كويس. اقول انا اقول انه احنا لو نعمل، اذا انت يعني او اذا المشاهدين يريدوا انه انت اذا بتريد يعني بنعمل مثلا عباره عن آه، حلقات او اشياء من مقابلات هذه الصغيره يعني، وبنحاول نناقش في كل حلقه موضوع معين ونجاوب على الاسئله مثلا. فمثلا مثل السؤال هذا الذي اجى اللي قال لك الاسقاط. الاسقاط له حلقه واحده كامله، يعني انه كيف تشرح الاسقاط، فيمكن اخذ مننا 40 دقيقه. هو أنا يعني دائما الأشخاص اللي بوضعوا أسئلة، يعني أنا بحب يعني عشان ما يقولوا أنا مثلا يعني يا فتاح. متجاهل رأيهم، أو بحاول أن أنا أتحكم في الحوار أو أوجه. أنت حتى بتشوفني بحاول أن أنا يعني بطرح أسئلة يمكن أنا سمعتها 1000 مرة، لكن بطرحها مظبوط صحيح. مجددا. يعني بحب انه انت حتى يعني مش انا احكي الاجابة او اسرد اللي انا فاهمه، لا يعني اعطي للشخص فرصة انه يسمع حتى من اكثر من شخص. لانه يعني انا بالنسبة إلي اذا الشخص عايز يعرف رأيي في معظم الاشياء اللي احنا بنتحاور فيها، موجود الكتاب، موجود الدورة العملية ايه في ما شاء الله استاذنا انت. يعني. فهو ممكن يعرف يعني نظرتي او فكري عن اي شيء من اللي انا بتكلم فيه نتناقش فيه، ممكن من هناك يشوفها. بس انا حابب يعني قدر الامكان حتى يعني نستعرض الموضوع، لانه في شخص يعني بالمناسبة في اكثر من شخص تواصلت معاهم، حبدا معهم يعني مقابلات شبيهة ان شاء الله، ان نشوف ان شاء الله. يعني عيون الناس او يعني كيف الاسقاط النجمي في عيون اشخاص مختلفين، حتى مظبوط. يعني الصورة الكاملة تكون يعني يعني واضحة للشخص. طبعا انا طبعا احنا تحت خدمة طلاب العلم، ومعقول يعني انت حتى الان يعني من وقتك ساعة ونص وانت عارف انه انت مهندس وكذا. فبرضه نتمنى انه الناس يقدروا انه احنا بنعمل هذا عشانهم، مش عايزين منهم اي شيء، فقط نريد الناس تستفيد وتتثقف يعني. فقط ما نريد منك غير انك تفتح عقلك وتسمع الكلام وتخذ وتعطي فقط، يعني مش ما نريد منك اي شيء يعني. هذا للمشاهد يعني، ان شاء الله تستفيد. هو يعني طبعا هو برضه هذا موضوع تاني موضوع ليش احنا بدنا ننشر او يعني نساعد الناس في هاي التجارب. في واحد آه سألني على صفحتي باليوتيوب، ودخل قال لي انت ليش بتعمل هكذا، انت يعني انت ليش بتنشر الفيديوهات هذه؟ فاذا انت تريد ان تشتهر فانت لست مخلص لله. مم. انا اسف. انا اسف اني عملت لك فيديو. لا هو طبعا يعني انت بدك برضو يا اخي لؤي تطول بالك، انا مريت باشياء اسوأ من كده بكثير. انا احب شويه امزح معاهم. آه. لا فيلا. بأس يعني. أنا شخصيا بالنسبة إلي يعني بعتبر نفسي كنت نوعا ما محظوظ، يعني لأنه أنا يعني حتى يعني أنا مريت في ظروف وفي أوقات أتصور إنه ما كان مفترض إن أنا يعني أنجح في أو يعني بدون توفيق ما كان ممكن أوصل للي أنا وصلته. أنا حتى الدورة العملية يمكن بعض الناس ما بيعرفوا، الدورة العملية تعليم الإسقاط النجمي كنت أكتبها وأعملها تحت القصف. يعني كان في وقت حرب كنت يعني ما شاء الله. أعملها. فكنت الله أسجل، يخليك كنت أمارس يا إسقاط رب. نجمي وأسجله في أوقات كانت يعني مش طبيعية يعني. وأنا حاليا موجود، لسه أنا موجود في بلد وضعها الأمني والوضع السياسي مش مستقر أبدا. و طبعا سامعين بالاخبار كثير عليها. الله يعينك يعني يا استاذ محمد يا رب. يعني فأنا بعتقد إن أنا كنت محظوظ، يعني كان يعني حصلت صدف يعني رائعة في حياتي ساعدتني. يعني ناس فعلا أعطوني وقت ومن جهدهم. روبرت بروس نفسه، يعني أنا لولا كتابه أسترال داينامكس كان ما أتصور أنا موجود معك الحين ونتكلم في هذه المواضيع كلها. فأنا يعني كنت محظوظ جدا في بعض الأشياء. فأنا بس بحاول يعني ممكن نسميه أرد الجميل يعني ممكن نسميها الكون، بسبب هذه كل الأشياء اللي صادفتها. الله كل يخليك يا كل استاذ. شخص أكيد يعني عنده تجربته الخاصة وعنده دوافعه ورغباته الخاصة. لكن هو طبعا الأمر طبعا عائد للشخص. بعض الناس ممكن ما يكون عنده استعداد يعني في حالته الحالية أو في حياته الحالية إنه ينغمس في هاي الأمور. والموضوع اختيار في النهاية، ما هو صحيح. إجبار. بس أنا بس بالنسبة إلي مثلا بعض الحالات اللي بتجيني أو بتستفسر مني زي الحالة اللي حكيت لك عنها من العراق، أنا نوعا ما يعني بتألم إنه يعني أشخاص بمروا بنفس اللي أنا مريت فيه، ويعني ما بيكون عندهم نفس الصدف السعيدة أو نفس المساعدة اللي صحيح. كانت متوفرة بالنسبة لي.
فبس بحاول يعني أصنع فرق بسيط يعني بالنسبة لحالتهم. طب بدناش نطول أكثر من كده يا أخي لؤي، أنا الله بشكرك يعني يخليك. على وقتك وعلى جهدك. في بتمنى إنه خدمتكم ان شاء الناس الله. اللي سألوا يعني إن إحنا أجبنا يعني على استفساراتهم. وإن شاء الله يعني أظني حيكون لازم في لقاء ثالث. وبتمنى أنا ان المشاهدين ايضا يشيروا الحلقة ويحاولوا انهم يجمعوا اسئلة اكثر، عشان احنا برضو بنحب يعني نجاوب عليهم ونلغي الشك او التساؤل الكثير. فاحنا بخدمتكم ان شاء الله، طبعا واهلا يعني فيكم في اي هي وقت. هتكون هي موجودة عندي على قناتي على اليوتيوب، أي شخص ممكن يعمل لها شير بكل سهولة بضغطة زر في أي مكان محتاجه يعني. عصر طبعا الإنترنت ايه، بسط يعني كل شيء علينا. يعني هي كليك 1 يس، ضغطة وخلاص انتهى الموضوع، فما تتعبوا انفسكم اكثر من شير. إن شاء الله. في ممكن برضه لا. يعني الناس اللي في إذا أخذوا فيديو من مكان تاني بيعرفوا مجموعتنا اللي على الفيسبوك، هي ان المجموعة شاء الله. 102 للإسقاط النجمي. فيها مجموعة مليئة بالناس الرائعة والطيبة. اكثر من 21 الف عضو. هي كثيرين احنا طبعا، في ما في الطريق. اي طبعا ما في اي اوتو ادد او اي شيء، والله بيجوا من نفسهم، اقل يوم بنضيف فيه 25 50 شخص هذا اللي انت نعملهم. بتشوفه، انا بشوف ارقام كمان غير اللي انت بتضيفه. ف آه، يعني لا، هي مجموعة الصراحة مجموعة رائعة، وانا بعتز في يعني بكل شخص بيدخلها عشان يعني يستكشف ويتعلم شيء جديد ويجربه. اكيد يعني مم. هذا الشيء مصدر رائع للاعتزاز بالنسبة لي. طيب، انا بشكرك على وقتك يا اخ لؤي، وان شاء الله يعني في مقابلة أخرى بنحاول يعني قدر الإمكان نجيب على أو نناقش مواضيع أكثر إن شاء الله الله يخليكم المرة ان شاء الله القادمة. وانا آه، اتشرفت فيكم وفي الاستاذ محمد، انه يعني انا لي الشرف الكبير اني يعمل معي الاستاذ مقابله، مع انه هو ما شاء الله ممكن يجاوب على الاسئله كلها من نفسه. الله لكن انا احييك يا استاذ محمد، شكرا لك. الله يخليك. إذا بتمنى لك ليلة سعيدة، وبتمنى برضو لكل المشاهدين ليلة سعيدة أو صباح الخير حسب البلدان والوقت اللي انت عندك صارت 3:30 فجر، انا عندي لسه 7. تحياتي. لا بأس. طيب. طب نشوفك على خير إن شاء الله في المرة المقبلة حسب ما يسمع باذن الوقت. الله. وبرضه بشجع ان شاء الله. الناس إنه يعملوا شير وإنهم يحطوا أسئلتهم. إذا في شيء يعني غامض بالنسبة لهم بخصوص يعني، بس يكون في حلقة اليوم أو في مقابلة اليوم يحطوها، وأنا يعني بشوف التعليقات، وإن شاء الله بحطها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. أوكي، يلا. نشوفك على خير يا أخي. في م. في حفظ الله كلكم ان شاء الله، في امان الله. مع السلامة. بيس. مع السلامه.